حبيبي كيف حالك؟ أهلا بخير الحمد لله. كيفك أستاذ أحمد؟ إذا تحب نبدأ. الحمد لله. الحمد لله. أستاذ صالحين كيف الحال؟ الحمد لله بخير كله تمام. الحمد لله الله يسلمك. الله يحييكم. هل نحن ممكن نبدأ؟ بسم الله. مباشر؟ بسم الله. بسم الله. Bang Zul, kita bisa mulai live langsung? Boleh, langsung silakan. Sudah live dari tadi Ustaz, silakan. Yang lainnya yang belum live silakan langsung di live kan. Bismillah. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa fil umuri dunya wa dinil haq walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah wa asyhadu anna Isa ibn Maryam Rasulullah. Amma ba'd. Mustami'ina al-kiram, أسعد الله مساءكم بكل خير. نحن الآن نتحور في موقع ZCC ويكون مباشر أيضا على LRI MMCI وإندونيسيا منترجمة القرآن. أنا أحمد واكد فسيكون المراقب وابن عادل هيكون مساعد لي. وفي هذا اللقاء سوف يتم الحوار والمناقشة بالموضوع التالي: من أين أتت سورة الفاتحة؟ وهي جزء من الحوار عن المخطوطات في كتب المقدسة. المتحدث الأول هو حسين من العراق، فأتمنى حسين تقدر تتكرم عن نفسك. تفضل يا حسين. شكرا يا أستاذ أحمد. أنا أخوكم حسين العراقي. أتشرف بكل الأخوة الإندونيسيين سواء المسيحيين والمسلمين. أتشرف بكم وأشكركم على هذه الدعوة، وأنا لبيت الدعوة. وأنا أخوكم حسين العراقي. أنا كنت مسلم سابق والآن مسيحي، لدي دبلوم في الدراسات المسيحية، وأقدم برامج في قنوات فضائية مسيحية للمقارنة بين الإسلام والمسيحية، وكذلك لدي قناة على اليوتيوب وفيها حوارات ومواضيع متعددة في مقارنة الأديان. شكرا لك يا حسين. المتحدث الثاني حيكون الأستاذ الفاضل فضيلة الشيخ أستاذ صالحين بنيامين أحمد المحترم. طبعا أستاذ صالحين فتفضل تكرم نفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ولا ما بعد. شكرا على هذه الفرصة التي أتيحت لنا للحوار حول أصالة أو حول أصل سورة الفاتحة، حوار عن مخطوطات الكتب المقدسة. وأنا أتشرف بهذه الدعوة، وكذلك بسروري أن ألتقي مع حسين لأن ابني كذلك اسمه حسين. عليه وسلم المحبوب. فأهلا وسهلا بكم في هذا المجال العلمي لنتحور بمنهجية وعلى الأسلوب الراقي. شكرا. نعم، أنا ربما أريد أن أعرفكم نفسي
أنا صالح بنيامين أحمد، وأنا مدرس في إندونيسيا، منرجم القرآن ومدرس التفسير والبلاغة كذلك. شكرا. شكرا لك يا أستاذ صالحين، وشكرا لك يا حسين على متقدمكم. فنحن الآن سوف نبدأ بالحوار. أستاذ أحمد قبل أن تبدأ بالحوار، نحن أنا اتفقت معكم أنه المناظرة الإسلامية ساعتين، وبعدها المناظرة المسيحية أيضا ساعتين، ليس المناظرة نحن اتفقنا على ساعة وساعة، فليس ساعتين وساعتين، لأنه ساعتين وساعتين حيكون وقت طويل جدا يا أستاذ حسين. يعني أنا اتفقت معكم يعني ساعتين. لا بس اسمعني، أنا اتفقت معكم المناظرة المسيحية منفصلة عن الإسلامي. لا ليس كذلك. لا أنا اتفقت وياك هذا الأمر، والحوار مسجل. إذن لابد نرجع إلى بنزول. أنا هكذا أبلغني ويبي أنه أخذ رسالة منكم ومنك ومن الأستاذ صالحين أنه ساعة إلي في الموضوع الإسلامي وساعة لكم في الموضوع الإسلامي، ثم ساعة إلي في الموضوع المسيحي وساعة لكم في الموضوع المسيحي. هذا كان الاتفاق يا أستاذ أحمد. كيف نأتي إلى العام وتبدلون الكلام؟ هذا أمر مرفوض. أستاذ صالحين. نعم، وأظن وأنا لا أدري بالضبط، لأن الاتفاق بين بنزول وبن يبي أليس كذلك؟ يا أستاذ أحمد، لا يجوز ننقض الاتفاق عندما نظهر على العلن أمام الناس. هذا الأمر مرفوض، هذا الأمر عيب، يظهر أننا يا أما ضعفاء أو أننا عاجزون. كيف ننكث العهد؟ هل نحن بني قريظة؟ شوف يا حسين، نحن نتحاور حول سورة الفاتحة أولا، ثم بعد ذلك نتحاور حول غير سورة الفاتحة. أنا اتفقت مع الأستاذ أحمد. ننهي موضوع سورة الفاتحة. Boleh saya sebentar? Saya sebentar. Ustaz Solihin, mic-nya agak dibesarin dikit, agak kurang keras di sini. Ya, saya sebenarnya sudah keras ya. Oke, siap. Oke, lanjut. Bang Zul, dia bilang ini waktunya 2 jam, bukan 1 jam. Dan 1 jam untuk membahas Al-Quran, dan 1 jam membahas Bible. Sudah saya sepakati dengan Mas JP sebagai pihak yang menyelenggarakan. Sudah. Itu kalau ada kesepakatannya 1 jam untuk dari Muslim, 1 jam dari Kristen, dan itu sistemnya timer catur. Oke. Hussein يقول قد اتفق مع JP إنه بيكون الوقت ساعة وساعة. ساعة من اتفقنا على المناظرة. هل أنت ما اتفقت مع JP؟ JP ممكن يتكلم؟ JP, can you say something for him? Halo. Jadi gini, kemarin sudah sepakat dengan Pak Zul, kalau malam ini itu hanya kita bahas Al-Fatihah 1 jam. Untuk Kristen kan kemarin belum di ACC karena belum ada replay dari Ustadz Kawan. Jadi gitu, hari ini kita bahas Al-Fatihah 1 jam. Jadi untuk yang Kristen nanti 1 jam lagi gitu. Jadi total sebenarnya 4 jam begitu. Jadi dengan Ustadz Solihin, Husain dapat 1 jam, Ustadz Solihin juga 1 jam, total 2 jam gitu ya. Terangkan nanti dalam YP يقول إنه قد اتفق على ساعة وساعة ya Husain. فأنت YP coba diterangkan aja bahasa Inggris ke terjemahnya biar dia lebih percaya. Sudah Ustadz, mungkin Husain pikir sekarang ini langsung dengan debat yang Kristen gitu. Jadi hari ini kita cuma debat satu sama Sultan Solihin saja. Begitu kesepakatannya. Mungkin dijelaskan seperti itu aja Ustadz. Jadi hari ini cuma dengan Ustadz Solihin 1 jam. Husain 1 jam, Ustadz Solihin 1 jam. Total waktu 2 jam. Begitu Ustadz. Silakan di-translate ke bahasa Arab mungkin. Bagaimana Pak Zul? Ya, kesepakatan kita begitu. Ya oke, kita langsung pakai timer aja. Ya oke. Ustadz Solihin? Ustadz Solihin? Ustadz Wakid mungkin dijelaskan dulu ke Husain 1 jamnya tadi biar dia paham. Husain,
حيكون الحوار عن المسيحيين فقط. لا سوري، عن القرآن والفاتحة، سورة الفاتحة. حيكون ساعة من عندك وساعة من أستاذ صالحي. جيد جدا. إذا أردتم مناظرة مسيحية من الممكن أنه نسويها غدا أو غير وقت أو بعد هذه المناظرة إذا تحبوا، إذا ما تعبتوا. صحيح. أوكي تمام. نعم. فالحوار سوف نبدأ من الآن. فوقت الأول هنأتي إلى الأخ حسين، تفضل. شكرا لك أستاذي العزيز الأستاذ أحمد الغالي. في هذه المناظرة نحن نريد أن نثبت الحق، لا نريد أن نطعن في مقدسات ولا نريد أن نسيء. فأريد من براذر ويبي سلايد 1 المقدمة بليز، سلايد 1. فإذا وقف التايمر براذر أحمد. هل عرض السلايد؟ تم عرض السلايد؟ لا iya عرض على السلايد. فالتايمر masih dimatikan ke حسين. لسه نوقف التايمر. سيبدأ التايمر عند بدء المحادثة منك. لحظة أستاذ. أوكي شكرا، بس عندي خربطة صارت عندي التليفون ما أعرف. Timer sudah saya jalankan ini karena slide sudah muncul. Belum dimatikan dulu, belum mulai bicara. Timernya dimatikan dulu. Oke. جاهز يا حسين؟ أحمد عندي مشكلة صارت للأسف. إيش المشكلة؟ التليفون انقلب بالطول. Background ini. انقلب. نعم. Teleponnya dia kebalik. خلاص. لحظة شوي. Timernya dimatikan dulu, dia masih menekan teleponnya. لا أعرف ما المشكلة سبحان الله. عندنا واضح يا حسن زي أول كذا تمام، كذا تمام يا حسن. هسه تمام، سأعملها تمام. تمام. هسه صارت ضبطت يا حبيبي. شكرا أستاذ أحمد. أعرض ابدأ وقتي. Oke, silakan waktunya dijalankan. شكرا. فأول البداية يا أخوتي، نحن عندما نقول إنه القرآن ليس من عند الله بل هو من تأليف إنسان، نحن نملك الأدلة على ذلك. فمثلا الصحابة أنفسهم هم كانوا يقولون ذلك ويعرفونه. مثلا عبد الله بن عباس يقول: إذا خفي عليكم شيء من القرآن، يعني إذا ضاع شيء من القرآن فاتبعوه من الشعر، قد سن أصحابك ضرب الأعناق وقامت الحرب بنا على ساق. يعني عباس يقول: إذا ضاع جزء من القرآن عليكم أيها الصحابة فكملوه في الشعر. هذا إثبات قاطع أن القرآن من تأليف بشر ومن تأليف الصحابة، وهم الذين كانوا يزيدون عليه وينقصون. هذا في ابن حجر العسقلاني في فتح الباري حديث الجزء 13 صفحة 437 خلاصة حكم المحدث إسناده حسن. فالحديث حسن يثبت لنا أن القرآن من تأليف بشر وكانوا يزيدون عليه من الشعر إذا ضاعت آياته. هنا لدينا أريد أن أثبت أصل القرآن كيف أخذت الاقتباسات، القرآن كيف اقتبس. فمثلا عندنا نبي الإسلام محمد كان يأمر زيد بن ثابت أن يتعلم العبرانية والسريانية ليترجم منها التوراة والإنجيل. فحديث عن زيد بن ثابت قال لي رسول الله: إنه يأتيني كتب من ناس لا أحب أن يقرأها أحد، فهل تستطيع أن تعلم كتاب العبرانية والسريانية؟ قال: فقلت نعم فتعلمتها. هذا في طبقات ابن سعد الجزء الثاني وصفحة 115، وكنز العمال المتقي الهندي جزء 16 صفحة 9، وعن ابن عساكر وابن أبي داود في المصاحف السجستاني، والمصادر كلها معروضة لا أريد أن أقرأ أطيل فيها. فهذا دليل أن نبي الإسلام كانت تأتي كتب من السريانية والعبرانية لهذه قصص القرآن، فلم يكن يجيد الكتابة بهذه اللغة، فجعل زيد يتعلمها كي يترجم له. وكذلك قال الترمذي: وقد روي من غير هذا الوجه عن زيد بن ثابت قال: أمرني رسول الله أن أتعلم السريانية. الجامع الصحيح للترمذي جزء 5 صفحة 68. وقال ابن الأثير إنه كتب يقول إنه كانت ترد رسول الله كتب بالسريانية فأمر زيدا فتعلمها في أسد الغابة لمعرفة الصحابة جزء الثاني صفحة 222.
وفي القاموس الرجال، وأيضا في كل هذه المصادر أمامكم إنه كانت تأتي لنبي الإسلام كتب بالسريانية. كذلك محمد يأمر زيد كي يترجم القصص من التوراة والإنجيل. هناك فهمنا أن محمد كان يأمر زيد ليتعلم كي يترجم الكتب التي تأتي. الآن يأمره أن يتعلم التوراة والإنجيل. أليست هي مطرفة؟ لماذا محمد يريد أن يتعلمها؟ فقد روى الترمذي عن زيد بن ثابت قال: أمرني رسول الله أن أتعلم كتاب يهود. قال: ما آمن يهود على كتاب. قال: فما مر بي نصف الشهر حتى تعلمته. قال: فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليه، وإذا كتبوا إليه قرأت لهم كتابهم. قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح. والجامع للقرطبي. وأيضا في حديث آخر وفي نص آخر، سلايد 2 من المقدمة يا براذر، سلايد 2. وفي نص آخر لما قدم رسول الله إلى المدينة قال لي: تعلم كتاب اليهود فإني والله ما آمن يهود على كتاب، فتعلمته. أيضا طبقات ابن سعد والمصدر أمامكم. أيضا وعن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عمرو بن حزم قال: زيد بن ثابت يتعلم من مدارس ماسكة، فتعلم كتابهم حتى كان يعلم ما حرفوا وما بدلوا. في كنز العمال جزء 16 صفحة 8 و9. يعني كان يتعلم في مدارس ماسكة اللي هي مدارس اليهود اللي كانوا يتعلمون فيها، فتعلم ما بدلوا وما حرفوا، يعني كان يتعلم التوراة والإنجيل. ماذا يصنع محمد بتعلم التوراة والإنجيل؟ لماذا كان يفعل هذا الأمر؟ هذه الدلائل القاطعة، وإليكم السلايدات وكل الأدلة تظهر أن محمد كان يتعلم ويأمر زيد أن يتعلم السريانية. وأيضا أيضا سلايد آخر عندي هنا، إثبات أن القرآن من تأليف بشر. إليكم الدليل. الدليل هذا يقول عن أنس إن أبا زيد الذي جمع القرآن اسمه قيس بن السكن قال: وكان رجل منا من بني عدي بن النجار، يعني بني النجار كانوا نصارى في يثرب، أحد عمومتي ومات ولم يدعى عقبا ونحن ورثناه. هذا اللي جمع القرآن. الحديث ثمامة بن عبد الله بن أنس المحدث ابن حجر العسقلاني فتح الباري الجزء 8 صفحة 669 خلاصة حكم المحدث صحيح، وأيضا اسناده على شرط البخاري. وعن أنس إن رجلا كان يكتب للنبي وكان قد قرأ البقرة وآل عمران. هذا نفسه أبا زيد ابن السكن اللي هو نصراني، وكان قد قرأ البقرة وآل عمران. وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران عز فينا، يعني عظم. فكان رسول الله يملي غفورا رحيما فيكتب عليما حكيما، فيقول له النبي: اكتب كذا وكذا، فيقول: اكتب كيف شئت. ويملي عليه عليما حكيما فيكتب سميعا بصيرا، فيقول: اكتب كيف شئت، اكتب كيف شئت. قال: فارتد ذلك عن الإسلام فلحق بالمشركين وقال: أنا أعلمكم محمد وإني كنت لا أكتب إلا ما شئت. فمات ذلك الرجل. فقال النبي إلى آخره. هذا في البداية، في مصدر البداية والنهاية لابن كثير الجزء الثالث صفحة 179. كان رجلا نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي فعاد نصرانيا، فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له. فأماته الله فدفنوه إلى آخره، يعني قتله المسلمين. أنس بن مالك المحدث البخاري، صحيح البخاري حديث 3617 خلاصة حكم المحدث صحيح، أخرجه البخاري ولفظ به مسلم حديث 2781. كان منا رجل من بني النجار هو نصراني قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للرسول الله إنه فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب، يعني رجع نصراني. قال: فرفعوه قالوا: هذا قد كان يكتب لمحمد، فأعجبوا به، فما لبث أن قسم الله عنقه، يعني قطع رأسه المسلمين. الراوي أنس بن مالك المحدث مسلم، صحيح مسلم حديث 2781 خلاص حكم المحدث صحيح. فهنا سؤالي لكم يا أخوتي يا أحبائي، يعني كيف إذا كان القرآن كتاب من عند الله، كيف محمد يقول له اكتب ما شئت في القرآن؟ هل القرآن من تأليف محمد وتأليف زيد بن السكن أبا زيد بن السكن، أم إنه من وحي الله؟ فإن كان من وحي الله كيف محمد يقول له اكتب فيه ما شئت؟ يعني عادي اكتب ما تريد يا زيد بن السكن. فارتد ذلك الرجل وقال: أنا الذي كنت أكتب لمحمد. فهذا دليل أن القرآن هو من تأليف النصارى أصلا،
وهم الذين كانوا يكتبون لمحمد ويقولون هذا الأمر ويفعلون ذلك الأمر يا أستاذ صالحين. فأتمنى أن ترد لي على هذه النقطة. أوقف الوقت يا أستاذ أحمد بليز. ستوب ذا تايمر. وقل لي إيش قد أخذت أنا من الوقت. diberhentikan dulu untuk Husain. إيش قد أخذت من الوقت أنا أستاذ أحمد؟ اوكي. كم أخذت من الوقت؟ أخذت من الوقت Husain 13. Berapa menit ini Pak? Waktunya Husain yang sudah jalan Pak? Sudah berjalan 52 menit 13 detik. 52 menit. Makna itu bagi min al-waqt 52 دقيقة و13 لحظة. يعني أنا أخذت 8 دقائق. أخذت 8 دقائق. نعم. شكرا أستاذ أحمد. شكرا. فالآن أستاذ صالحين هل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا saya nggak bisa. La astati an a'rid. Dimatikan dulu punya Ustaz Salihin. Ayo Ustaz Salihin, ماذا تريد؟ لا استطيع ان اعرض عرضي انا. طيب. لا تستطيع ايش؟ خلاص. أوكي. هذا هو موضوعنا. من اين اتت سورة الفاتحة؟ هذا تفضل يا أستاذ صالحين. بدأ الوقت فتفضل. موضوعنا الحين هو من أين أتت سورة الفاتحة. هذا هو موضوعنا. فلا نتوسع إلى غير سورة الفاتحة. أريد أن نركز الكلام حول يعني الحوار في مخطوطات الكتب المقدسة. mulai berjalan. خاصة عن سورة الفاتحة. هذا كما اتفقنا. من أين أتت سورة الفاتحة؟ لا يجيب هذا سؤال إلا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الذي نزلت عليه سورة الفاتحة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد. هذا قوله لأبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد فذكرته فقال الحمد لله رب العالمين هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وأحمد وهو الحديث الصحيح ثابت. إذا ادعيت أن سورة الفاتحة سرقه محمد صلى الله عليه وسلم من غيره أو من كتب السريانية أو من أي مصدر فلتأتي بإثباتات الرسمية المحققة. أريد هذا لأن كلامنا ليس أي كلام. كلامنا حول سورة الفاتحة. مخطوطات سورة الفاتحة التي نشرت عبر فيديوهاتك أن سورة الفاتحة سرقها محمد صلى الله عليه وسلم من دعاء بابا كنيسة على اللغة السريانية. وأنت نفسك لا تستطيع ولا تفهم لغة السريانية ولكن اتهمت محمدا رسولنا العظيم بالسرقة. ألا تعرف ما معنى السرقة؟ هذه جريمة كبرى على المدعي البينة. فإذا أتيت بالبينة فأنت الصادق. Oke. Ustaz Salihin, dimatikan dulu waktunya Ustaz Salihin. Ya, Husain, أستاذ صالحين طلب منك يعطي إثباتات عن سورة الفاتحة فتفضل. شكرا لك. ابدأ الوقت. أولا تسجل mulai Husain waktunya dijalankan. هل بدأت الوقت أستاذ أحمد؟ نعم ابدأ الوقت. mulai Husain dijalankan waktunya Pak. شكرا أستاذ صالحين. هل اتفقت مع الأخوة إنه مع ذلك سأتنازل لك. أنا اتفقت مع الأخوة هو أصل القرآن وسورة الفاتحة والأستاذ أحمد كان موجود بالاتفاق واتفقت معه على المناظرة أصل القرآن وسورة الفاتحة. فإنني لا أتراجع عن الذي أطرحه
وفي بداية الآن في بداية دخولي أثبتنا من الذي يتراجع وينقض العهد، فلا أريد أن أكمل. فالآن سؤالي لك أعيد وأكرر لك، إذا ضاع القرآن ابن عباس يقول كملوه في الشعر، لماذا لم تجيب على السؤال؟ محمد يقول لزيد بن السكن اكتب ما شئت في القرآن، إذا كان القرآن من الله كيف يكتب فيه ما شاء؟ هل القرآن من تأليف محمد أم من تأليف الله؟ السؤال الثالث، ماذا يفعل محمد بتعلم السريانية والعبرانية؟ ولماذا يأمر زيد أن يترجم له من الإنجيل ويتعلم في مدارس ماسكة مدارس اليهود؟ ماذا يفعل محمد بهذا الأمر؟ أليس لغرض الاقتباس من هذه الكتب الذي تسميه أنت بالسرقة؟ لماذا لم تجب على هذه الأسئلة؟ أنا أريد جواب، لكن مع ذلك سأتنازل لك. براذر ويبي سلايد 5 بليز، سلايد 5 براذر ويبي. مخطوطة رقم 151 العربية للكتاب المقدس في دير القديسة كاثرين في جنوب شبه جزيرة سيناء بالقرب من الجبل الذي أعطى الله للنبي موسى الوحي والوصايا العشر في مصر. في بني الدير هذا في عام 548، يعني قبل أن يولد النبي محمد، وكتبت به في ذلك الوقت هذه الكتابات. المخطوطة العربية للكتاب المقدس، المخطوطة مكتوبا أيضا على كل سفر من أسفار الكتاب المقدس بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية المخطوطة بسم الله الواحد الابن بسم الله الواحد الابن وابن والروح القدس، هذا خطأ الترجمة. له المجد دائما. نبدأ بمعونة الله تعالى. لاحظ من أين أتت الله تعالى، أخذوها من المسيحيين بكتابة الإنجيل الظاهر والبستان الزاهر المدعو ديطاسرون، وتفسير هذه اللفظ الرباعي، وهو الذي جمعه تاتيان اليوناني من المبشرين الأربعة متى المصطفى ومرقس المجتبى ولوقا المرتضى ويوحنا الحبيب، ونقله من السرياني إلى العربي القس أبي الفرج عبد الله الطيب. يعني هذه كلمات المرتضى والمصطفى والمجتبى التي أخذتموها لآل بيت النبي الإسلام، هذه كلها أسماء يلفظها المسيحيين العرب والسريان على تلاميذ المسيح. وفي بداية كل سفر من أسفار المخطوطة مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه صورة من المخطوطة لرسالة الرسول بولس إلى أهل روميا. وهذا الموقع أيضا موقع المخطوطة. بلايز بيكتشر براذر ويبي، بيكتشر سلايد 5 بيكتشر. فهذه الصورة لرسالة روميا تظهر لنا بسم الله الرحمن الرحيم على رسالة روميا. طيب هذه لم يكتبها يا أستاذ صلاح الدين. إذا قلت إن الإسلام مكمل لهذه الديانات، فأقول لك هذه البسملة لم يكتبها الإنجيل ولا التوراة، كتبها قساوسة. فهل الله يقتبس ويسرق من القساوسة ويضع ويقول هذا من عند الله؟ إذا قلت لي من الإنجيل سأتنازل لك وأقول هذا مكمل. لكن إذا القساوسة كتبوا سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، ويجي إله الإسلام يأخذها ويقول هذا من عند الله وهي كلام القساوسة، فهذا خطأ فاضح. أتمنى أن ترد على هذه النقطة. تفضل أستاذ أحمد، اغلق وقتي. ستوب ذا تايمر. كم أخذت من الوقت أستاذ أحمد؟ وقفت الوقت. فأستاذ صالحين تفضل. نعم حسين هذه المخطوطات dijalankan. خلاص بدأ الوقت. تفضل. طيب حسين، هذه المخطوطات المعروضة أمامنا هل تم التحقيق عليها؟ تفضل. أريد التحقيق، هل هذه محققة أو لا؟ تفضل يا حسين. بإمكانك بالنسبة للبحث التحقيقي بإمكانك أن تدخل إلى الرابط وتقرأ. لا هل محقق أو لا؟ نعم، هذه تدرس في لا ليس تدرس. هل محقق أو لا؟ هذا ليس لا أبدا لا محقق أو لا. اعرض علي تحقيقه أستاذ أحمد. إذا كان محققا اعرض علي أين تحقيق. حسين، أستاذ أحمد، أستاذ صالحين يطلب منك هل هذا محقق ولا لا؟ أستاذ أحمد، الأستاذ صالحين يتحدث ثم ينتهي وأنا أتكلم بعده.
Oke. Husain minta Ustaz Salihin yatahaddath, sekarang diberhentikan juga, waktunya dulu diberhentikan. Ustaz Salihin, Husain yatlub huwa yatahaddath wa anta sakit wa kadzalik aidan. Wa idza Ustaz Salihin yatahaddath wa Husain sakit. Hakadha ya Husain? تفضل. اوكي تفضل. دحين عايز المطلوب من استاذ صالحين. لا من حسين، انا اريد حسين ان يعرض علينا التحقيق من هذه المخطوطات، لان المخطوطات شأنها شأن التحقيق. مخطوطة هذه دراسة علمية، لازم أن يكون هناك التحقيق. بدون تحقيق لا قيمة لهذا الحوار. أريد الحوار بالتحقيق، لأن المخطوطات بدون تحقيق لا قيمة لها. تفضل يا حسين. أستاذ صالحين يطلب منا التحقيق، هل هذا فيها تحقيق رسميا ولا لا؟ تفضل. الآن لا يقاطعني، تمام يا أستاذ أحمد؟ نعم. أي طيب، الآن لا يقاطعني. Please brother Waybi slide 4. Please slide 4 brother Waybi slide 4. فالآن يا أخوتي وأخواتي، هذه من ضمن المخطوطات التي عثرت في القرن ال18 وال19 التي من السينائية والإسكندرانية في دير القديسة كاثرين. نفس المخطوطات التي عرضت في ذات الأمر، فهي محققة. وكذلك أين نجدها؟ خلينا نقرأ لك مخطوطة سورة الفاتحة، ليس فقط هذه البسملة، هي من ضمن صلوات الساعات الليثورجية جنبا إلى جنب في القداس الإلهي، جزءا من العبادة العامة في الكنيسة. هذه المخطوطة نجدها موجودة في دير الزعفران في جنوب شرق تركيا، بالقرب من مدينة ماردين التي كانت المقر السابق لبطريركية السريان الأرثوذكس. وهذا عنوان الدير عبر الانترنت. سلايد 4 المحفوظ موجودا مع المخطوطات السريانية التي اعترف بحيرة أنه هو الذي كتب القرآن لمحمد. هذا سأرجع له. في قسم المخطوطات في جامعة برمنغهام، في قسم المخطوطات السريانية المعرفة بمينجنا ميس 107 تتوزع اليوم مخطوطات بطريركية أنطاكيا السريانية التاريخية في عدة أماكن ماردين تركيا، ومخطوطات كنيسة 40 شهيدا في دير الزعفران. مخطوطة ماردين عددها 1400 مخطوطة، وأيضا هذا اسم المخطوط اللي موجود. في مخطوطات دير الشرفة البالغ عددها 2200 مخطوطة، فإن بطريركية السريان الكاثوليك في طور ترقيمها أيضا. أما مخطوطات بطريركية السريان الأرثوذكس في دمشق والبالغ عددها في الفهرست الأول لهذه المخطوطات 360 مخطوطة في دمشق. فسورة الفاتحة من ضمن مخطوطات البطريركية السريانية موجودة في دير الزعفران في تركيا، وأجري عليها بحث. وهذا الموقع وهذه الصورة picture please picture slide 4 brother Waybi picture slide 4. في هذه المخطوطة موجودة في جامعة برمنغهام، معرفة بالمخطوطات السريانية رقم 107. فهذه في مخطوطة في هذا الأمر، ويعود كتابتها إلى القديس بار صليبي الذي أخذها وأكد وكتب، قال إنها تعود إلى قبل الإسلام. اسم المخطوط مينجنا ميس 107 من ضمن المخطوطات في برمنغهام، وتم التحقق منها. فالآن إذا يحب يعقب على كلامي، وهذا الموقع الذي يثبت التحقيق أنا واضحة أيضا، تحب ادخل وأقرأ. إذا كنت أنت لا تعرف هذه الأمور فهذه ليست مشكلتي. أنا أنهيت، تفضل رد علي وسأتكلم في المداخلة القادمة. طيب أين التحقيق يا حسين؟ أنا أريد التحقيق. أنت تقرأ فقط ولكن ليس تحقيق ليس مثل هذا. وكذلك هذه المخطوطات ليس مخطوطة سورة الفاتحة، لو ترجم إلى العربية كذلك ترجمتها ليست ترجمة سورة الفاتحة. هل أنت تقرأ هذه المخطوطات؟ تفضل يا حسين. هل أنت تقرأ هذه المخطوطات؟ فتفضل. أنا هل تقدر أن تقرأ هذه المخطوطات؟ هذا أول لحظة، لا تقاطعني. هل تقدر أن تقرأ هذه المخطوطات حتى تدعي وتتهم محمدا سرقة سورة الفاتحة من هذه المخطوطات؟ تقدر أو لا؟ إذا قدرت اقرأ
وترجم إلى اللغة العربية الصحيحة الرسمية. اقرأ، لا تكذب. نعم اقرأ يا حسين، تفضل. إذا ما تستطيع أن تقرأ فمعنى ذلك أنت كذاب. نعم، الشتم أسلوب الضعفاء. الشتم أسلوب الضعفاء. أستاذ أحمد، أنا أطلب منه الاعتذار. أنت قلت اللي يشتم لا يجوز، هو شتمني، وهذا أسلوب الضعفاء. هذه هزيمة لكم. نعم، ماني سامع. ايش تقول يا حسين؟ لماذا لا تسمع؟ هو شتمني. وقف الوقت. وقتnya diberhentikan dulu. أي حسين، ايش قلت لي؟ ألم تسمع أنه شتمني؟ ألست أنت قلت أنه لا يجوز الشتم في المناظرة؟ إنه خالف القواعد. نعم، هذا أسلوب المحرج. أستاذ صالحين بعدم استخدام الكلمة يخص على شخصي مثل كذاب أو أنا أعتذر. أنا أعتذر، أنا خاطئ. ولكن اقرأ. نعم، فأستاذ صالحين يطلب منك تقرأ على اللي معروض كان بلغة سريانية. تفضل يا حسين، أبدأ الوقت. المعروض في اللغة السريانية، هذا هو. أنا عرضت هذا على أساتذة يقرؤون اللغة السريانية وهم أكدوا ذلك، وأخذت وسألت بطريقية نفسها البطريقية السريانية، وسألتهم عن هذا النص فأجابوني بأن هذا النص هو سورة الفاتحة المذكورة. وأدلة أخرى على إثبات كلامي أيضا من الواقع، حتى أنت تقول إنه مثلا تتهم إنها غير محققة، أنا أعطيك من الواقع أيضا. تعال، في حديث لدينا دليل قاطع أن نبي الإسلام لم يكن يعرف سورة الفاتحة كما ادعيت أنت إنه كان يعرفها. إن حذيفة قدم على عثمان ابن عفان. لا ليس هذا. سلايد 3 براذر ويبي، سلايد 3 يقول: أقدم مخطوطة قرآنية توجد فيها سورة الفاتحة هي مخطوطة صنعاء اللي مكتوبة DAM 01 شارحة 25.1، ومخطوطة صنعاء كتبت بعد 300 سنة من محمد. فهذا دليل أن المسلمين اقتبسوها وسرقوها من مسيحيي العراق وسوريا ودول الشام بعد احتلالهم لهذه البلدان. وإليكم الدليل أن محمدا أصلا لم يكن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في صلاته ولا الفاتحة. عن أنس بن مالك قال: صليت مع رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الراوي أنس بن مالك، المحدث مسلم، صحيح مسلم حديث 399 خلاصة حكم المحدث صحيح، أخرجه البخاري حديث 743 ومسلم حديث 399. فمحمد وأبي بكر وعمر وعثمان لم يكونوا يقرأوا سورة الفاتحة. لم يذكر علي بهذا الوقت. تعرفون لماذا؟ لأن علي نقل الخلافة إلى العراق، فأكيد بزمنه قد سرقت من المسيحي. والدليل على ذلك نأتي. وإلى الآن أجزاء من سورة الفاتحة تقرأ في كنائس العراق إلى الآن. كنيسة المشرق الكلدانية والآشورية تشترك بهذا الكتاب. كل كنائس العراق الكاثوليكية والمشرقية يقولون في الصلاة: بشمة آله مرحمانة ومرحمانة بشمة آوى حنانة وورم رحمانة والروح قدشة مرحبانة. بسم الله الحنان والابن الرحمن والروح الرحيم. هذه في الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الأب الحنان والابن الرحمن والروح الرحيم، الملك الموجود قبل كل العالمين. هذا كتاب الحضرة للصلوات الطقسية في الكنيسة الكلدانية والآشورية 300 صفحة 339، وفي الطبعة عبر الانترنت 375. اظهر بيكتشر سلايد 3 براذر ويبي، بيكتشرز. هذا الكلام والكتاب من عبر الانترنت الصفحة ب 375 والكتاب الورقي 339. الحضرة يحتوي على كل الصلوات الطقسية الخاصة بالأيام العادية وأيام الآحاد والأعياد على مدار سنة كاملة. وبدأ آباء الكنيسة بتأليف هذه الصلوات من القرن الأول الميلادي، وبعد اكتمال تأليف هذه الصلوات جمعها البطريرك إيشو عياب الثالث ما بين 580
إلى 659 في كتاب الصلوات الطقسية الحذرة. يعني شنو؟ في الزمن الذي ظهر فيه محمد، أقدم من محمد ببضع سنين. فهذا يثبت أن المسلمين لما دخلوا العراق أخذوا هذه منهم، ومحمد لم يكن يقرأ سورة الفاتحة، ومن صحيح البخاري ومسلم أعطيتك الدليل. فهنا السؤال، وأعطيتك هذه، ولا يوجد فيديو brother ويبي بليز فيديو. هذا صورة الكتاب، سورة الصلوات. والكنيسة الكلدانية الكاثوليكية كتاب صلوات الصباح والمساء، مقتبسة من الطقس الكلداني للقس لويس ساكو الأب للكلدان الكاثوليك، صفحة 188 صلاة الختام، يقول: أيها الرحمن الرحيم. هذا الكتاب أمامكم الأبيض مكتوب عليه صلوات الصباح والمساء، أمامك النص مكتوب أيها الرحمن الرحيم، وهذا الدليل على كتاب آخر، هذا ليس كتاب الحذرة. هذا الدليل أمامك واضح. فمن أين أخذ الرحمن الرحيم ولم يكن يقرأها محمد؟ وكذلك الكتاب من موقع البطريركية الكلدانية عبر الانترنت، هذا الكتاب أيضا من الموقع عبر الانترنت. فالأستاذ صلاح الدين، أرجع أسئلك للأسئلة اللي طرحتها أنا بالمداخلة الأولى. لماذا لم تجب على أسئلتي في المداخلة الأولى؟ كيف ابن عباس يتبع القرآن بالشعر إذا ضاع منه؟ لماذا لم تجيب؟ ماذا يفعل محمد بتعلم اللغة السريانية والعبرية؟ لماذا كان يأمر زيد بتعلم الإنجيل؟ الكتاب الأبيض، وايت بوك، بليز براذر ويبي، وايت بوك. فهنا سألتك أسئلة من بداية المداخلة، لماذا لم تجب عليها يا أستاذ؟ تفضل يا أستاذ، الوقت أمامك. هذا الكتاب أمامكم، الكتاب أيها الرحمن الرحيم. طيب هذه يقول ألفها القساوسة. طيب بما أنه لم يؤلفها الإنجيل، فكيف الله يسرق من القساوسة إذا كان القرآن من عند الله؟ كيف؟ وكلمة أيها الرحمن الرحيم كتبها القساوسة، فكيف الله يأخذها من القساوسة؟ ألم يقول لا أحد يستطيع أن يأتي بمثل القرآن؟ فكيف يأخذ هو من القساوسة ويقتبس منهم؟ أتمنى أن تجيبني. أستاذ أحمد، ستوب ذا تايمر، قل لي أنا كم بقالي من الوقت؟ Berhentikan waktunya, tampilkan waktunya Husin. كم بقالي من الوقت؟ 38 دقيقة و27 ثانية. شكرا. هتكمل؟ لا أنا وقفت وقتي. Oke. Silakan Ustadz Solihin untuk menjawab. Waktu Ustadz Solihin, kenapa? انظر يا حسين، أنا سأجيب ما تسألون عنه، ولكن من فضلك اقرأ هذه المخطوطات أولا ثم ترجم إلى اللغة العربية. نعم. تفضل يا أستاذ. تريد أن أقرأ؟ حسين اقرأ هذه المخطوطات. شم آله رحمن رحيم، أوكي، حمد لله رب العالمين، رحمن رحيم، ملكو يوم دينه، إيكو نعبد إيكو انتعيم. أوكي، كمل. هذه قرأت. هو الترجمة واضحة، قرأت لك وترجمة واضحة، بعد ما أحتاج أترجم. وقف وقتي يا أستاذ أحمد، خليه يرد. Oke, berhenti waktunya Husin. Oke, Ustaz Solihin silakan. ممكن أطلب واحدا يعرف قراءة سريانية. اطلب أنت ما شئت، المفروض هذا كان عليك. أوقف Waktunya diberhentikan dulu. Ustaz Solihin. Waktunya Ustaz Solihin, waktunya Husin diberhentikan dulu. Setiap waktu ada di background, akan saya atur waktunya. نعم، اقرأ. شعيب، أين شعيب الذي يقرأ سريانية؟ هل قرأ حسين بالضبط أو هناك أخطاء؟ Su'aib diminta Ustaz Solihin untuk membacakan ini. Apakah yang dibacakan oleh Husin tadi sesuai dengan apa yang ada tertulis? Su'aib ada di sini? Su'aib? Sebentar Ustaz, saya akan kontak Ustaz Su'aib. Diteruskan dulu. تستمر يا أستاذ صالحين. إذا وصل سعيب هيقرأ لك هل هو قرأ حسين قرأ سعيب. يسألون أنا كيف أقرأها، المهم ما هو المحتوى. أنت لست هنا لتسقط حسين، أنت هنا لتدافع عن دينك.
timer saya push ya. Masih memanggil Husain. Memanggil. أنا لا أستطيع أن أقرأ كذلك أنت لا تستطيع فأنا أدعو من يستطيع حتى يكون هناك حتى تكون هذه المخطوطات مفهومة هل هي نفس سورة الفاتحة أو هناك مفردات متساوية مع سورة الفاتحة. Ya, Suhaib, speak dibuka sendiri mic-nya. Oke, gue bacain ya. Oke. Tarian. Sebentar, Husain. Lahza. Syuaib. Siap. Tadi Husain baca benar nggak? Bacakan ya. Nanti bandingkan dengan bacaan saya ya. Iya. Situ saya Husain, saya dulu. sebentar dulu saya terjemahkan supaya Husainnya tidak salah. Husain, الأخ سعيب يقرأ لك المخطوطات هذه فهل هو قراءة تبعت يساوي قراءة حق شعيب؟ مفهوم يا حسين؟ فليقرأ. Oke, silakan Shuaib bacakan. Saya bacakan ya. Bisam alho merahmono wa markhafono tadi alo laho marod almo merahmono merahyafono melkodio modione anen flakhianon we bayen mugasyonan khawahdo lon shaqalo dirimandas fanat tabuto alehon welo honon dragzuto alehon shelo abido alefam mamimo. Selesai. Husain, شكرا له فإنه قد اعترف أنها سورة الفاتحة. شكرا. شعيب هل شعيب آنفا أنا سمعت حسين يقرأ هذه السريانية. هل apakah manuskrip ini sama dengan manuskrip yang tadi? Tidak. حسين يقول انه شعيب Husain kan baca ini Pak Wahid, Pak Ahmad. Husain baca ini tadi. Husain baca ini. Apakah yang dia baca itu sama dengan yang dia baca ini? Sama sekali tidak, 1000% tidak. يا اوكي. حسين شعيب يقول اللي انت قرأته ليس ما قرأته شعيب، في اختلاف ما بينهما. عادي. أنا قلت لكم من بداية مداخلتي إني عرفتها على أناس متخصصين في اللغة السريانية وهم قالوا لي إنها سورة الفاتحة، والدليل أيضا أنتم يعني أنت سامحني يا حسين، أستاذ أحمد، الآن الأستاذ شعيب قرأها وأثبت إنها سورة الفاتحة، فأنتم الآن في موقف ليس سورة الفاتحة. شعيب يقول ليس سورة الفاتحة. وشعيب خليه يقرأها مرة أخرى. شعيب dibaca sekali lagi. Oke, sekali lagi ya. Yang manuskrip kan? Oke. Ya, yang ini. Apakah surat Fatihah apa bukan? Yang manuskrip kan? Oke, saya perbesar dulu ya. Siap. Katanya orang. Oke. Sekali lagi ya. Bisam alho merahmono wa markhafono tadi alo laho merode almo merahmono merayafono melkodio modione anen flakhianon we bayen mugasyanan hawa mahdo lon sekolah dari mandas fanat tabuto alehon welo honon dragzuto alehon shelo abido alefam mimo. Selesai. شكرا. مرحبانه هي الرحيم في السرياني. Baik, di silent dulu. Ini Ustadz Wahid, ini ada permintaan dari Mas JP untuk supaya kita adil kan, kita menampilkan Shuaib, ada dua kan, berarti ini Mas JP tadi minta untuk ditampilkan Alan juga untuk mengimbangi. Bagaimana Ustadz? Boleh lah, saya pikir fair. Ya, silakan Mas JP. Untuk membaca saja kan? Iya, silakan Mas JP. Untuk berdialog. Silakan Mas JP. Oke. Bisa Alan dibukain untuk biar bisa ngomong. Alan, can you speak and help us please? Alan. Yang Alan yang mana? Tolong hand raise Alannya. Yang Alan ini, oke, bentar. Ustaz Ahmad, hal ada أنت تأخذ من وقتنا ولا؟ Alan sudah tak kasih satu CO host, bisa dibuka sendiri mic-nya. Alan open your mic. Okay, so the brother, he said, can you speak it? You're saying it in a different way. Read it. Read. بالعربية Alan. بسم الله الرحمن الرحيم. He said it. Why you guys ماذا تريدون بعد الآن؟ قد قالها بسم الله الرحمن الرحيم. He just قالها. فما الذي تريدون بعد ذلك يا حبيبي؟ ماذا تريدون؟ هذا أكبر دليل. هذا الدليل من ألسنتكم. هذا الدليل من ألسنتكم. وقد
وقد شهد شاهد من أهلها، وشكرا لك. شكرا أخ خالد، شكرا. هذا أكبر دليل على أن الفاتحة مسروقة من السريانية. شكرا لكم. Alan, ini tidak fair ini. Alan, awaqaf. Hussein. Stop the time. Okay, waqaf الوقت. Alan, كان شعيب يدخل عن القراءة ليس يتكلم، هو يقرأ فقط. فأنا أبغى إذا أنت تبغى تعمل زي ما عمل شعيب اللي هو يقرأ فقط ليس يعطى أي ملاحظة. أستاذ صالحين هو اعترف إنها سورة الفاتحة يا أستاذ أحمد وقرأ أجزاء كبيرة منها. يا أخي سؤالي لك، لقد قرأها، وما هو حجتكم إن قرأها أم لم يقرأها؟ إن كانت جامعة برمنغهام. هذا مش حقك، هذا لحسين حبيبي. جامعة برمنغهام اعترفت بها، برمنغهام يونيفرسيتي. وقف أستاذ آلان، وقف. يعني أستاذ آلان يدخل في الموضوع، شعيب ليس يدخل في الموضوع. شعيب يقرأ فقط لا غير. يا أخي العزيز، جامعة برمنغهام سيد علان ما لك أي ملاحظة. شكرا يا خالد، شكرا. وقف. أريد أن أقول لك يا أستاذ الآن آلان أرجوك توقف عن الموضوع. ما هي الحجة أنه يقرأها؟ هل هنا آلان انتظر يا أخي. خلاص يا خالد، خلاص اتركوا يا خالد، خلاص. أوكي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدر أن يقرأ. Sudah dicukupkan ya antara Alan dan Suhaib. ليست ذلك حجة. إن قرأها إن لم يقرأها. وقف يا آلان، ميوت. اوكي. حسين خليك احترام. آلان ما يدخل في الموضوع يا حسين، اسمع كلامي. آلان ما يدخل في الموضوع. شعيب udah saya mute. لا غير. فأنا أبغى كله يرجع عليك أنت وعلى أستاذ صالحين معايا. الآن الوقت لمن؟ لصالحين. قد أخذ من الوقت؟ صار اوكي. ربع ساعة. Ditampilkan waktunya. Sudah berjalan berapa? فليتفضل. Waktu dari tadi saya push. من أول كان وقف. من وقتك باقي 37. الوقت وهذه فترة ردهم. هذه فترة الرد مال صالحين، كيف توقف وقته يعني؟ هذا ظلم. Oke ya, Timur boleh dijalankan lagi atau gimana nih? Enggak, sebentar dulu, jangan jalan. يعني أنا تفتح لي الوقت وهو توقف الوقت. لا هذا كيف؟ يا حسين كان وقف. أستاذ أحمد مشي أنت بالبداية قلت راح تكون الوقت طويل فما نقدر ناخذ كل شخص ساعة ونص. لماذا الآن توقفون الوقت وتتكلمون 20 دقيقة؟ لا يعني ما هذا لأنه آلان يدخل في الموضوع. سؤال وهذا أستاذ صالحين. حسين خليك معي واحد. كان أستاذ صالحين يطلب منك، يستأذن منك شعيب يقرأ فقط، وأنت أعطيته إذن، ولكن آلان يدخل يتكلم عن لا أنت الذي دخلت آلان وليس هو دخل. أنت ما طلبت منه. لا كان اللي طلب يبي، ليس نحن نطلب آلان. يبي اللي طلب من طرفكم. لا هسه الآن علما للوقت تتكلم أنا لو هل ليتكلم عن المتحدثين اثنين، أنت وأستاذ صالحين معايا. نحن نرجع من وقتك. الآن وقتك باقي 37 دقيقة و57 لحظة، أما أستاذ صالحين باقي 55 دقيقة و19 لحظة. فتفضل. يعني صار له ربع ساعة يتحدث وتقول لي باقي إلى 55 دقيقة؟ معقول. خلينا أتحدث مع اللي ماسك التايمر. Hussein tidak percaya kalau Ustadz Solihin hanya kurang waktunya 5 menit. Dia bilang sudah berbicara banyak, lebih dari 1/4 jam. Siap Ustadz. Atas perintah, atas kesepakatan saya dengan Mas JP, saya disuruh meremove CO hostnya Alan. Karena dia harusnya cuma mengoreksi bacaan, tidak boleh komentar yang lain. Terima kasih Mas JP. Keras tadi saya berhentikan. Siap. Oke, dilanjut يعني Ustaz. إذا أخذ بس فقط 5 دقائق. أين الردود يا صالحين؟ أنا تكلمت 37 دقيقة، سألتك 1000 سؤال،
رأيت أنك قد غرقت في جوف الأرض. حسين أنت تفهم غلط. أنت ما تتكلم 37 دقيقة، لا، الوقت الباقي لك 37 دقيقة و57 لحظة. نعم، أنا الآن لا أتكلم بعد الآن، أريد أن صالحين يجاوبني ب20 دقيقة. تفضل. Oke. Ustaz Solihin dipersilakan untuk berbicara. Ustaz Solihin تفضل. السؤال الأول، المداخلة الأولى المقدمة التي طرحتها لم يعد. هذا بيننا وبينه. تفضل أستاذ صالحين. تفضل أستاذ صالحين، رد على حسين، فتفضل. أنا سأرد ما قاله حسين عن سورة الفتح كاملا بعد صالحين. Sudah jalan ini. حسين تلك المخطوطات التي قرأها ألان وشعيب، هل تمت دراسة وتحقيق هذه النسخة المخطوطة السريانية؟ هذا واحد. واثنين، هل تم اختبار الأشعاع الورقي رسميا وعرضه علينا اختبار؟ متى وصلت هذه المخطوطات إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف وصلت؟ ومن أوصلها إليه؟ وهل هو يفهم اللغة السريانية؟ وهل هو يقرأ؟ هذا النوع من النص، يعني سورة الفتح بالنسبة للمخطوطات هل يعد سرقة أو اقتباسا أو ترجمة؟ علما أن اللغتان مختلفتين، اللغة السريانية وهذه لغة عربية. هل هي ترجمة؟ إذا كانت ترجمة هل هي ترجمة حرفية أو ترجمة معنوية أو هي فقط اقتباس؟ Oke, siap, sudah. طيب جاوبني، هل تمت دراسة وتحقيق هذه النسخة المخطوطة السريانية؟ هل تم اختبار الإشعاع الورقي رسميا وأعرضه علينا؟ متى وصلت هذه المخطوطات إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف وصلت ومن أوصلها إليه؟ وهل هو يفهم اللغة السريانية حتى يترجم إلى اللغة العربية؟ وهل هو يقرأ؟ هذا النوع من الناس، يعني سورة الفاتحة حسب ما ادعيت بالنسبة للمخطوطات هل يعد سرقة أو اقتباسا أو ترجمة؟ جاوبني على هذا. شكرا لك. هل انتهى؟ نعم. قبل أن أجيبك على هذا، أنا بالبداية عرضت الدلائل وأعطيت المواقع اللي درست البحث وقدمت كل شيء، فبإمكانك أن تراجع السلايدات التي قدمتها أنا وكل الأدلة والمراجع وجامعة. أستاذ أحمد لماذا تقاطع؟ لا، أنا قصدي وقت يمشي. أستاذ أحمد عفوا. أكمل الكلام، لا تقاطعوني، نحن في مناظرة أكاديمية. Sebentar. Untuk Timur, tolong Ustaz Wahid perintahkan dengan saya jalankan, nanti akan saya jalankan karena saya konsentrasi banyak. هذا يا أستاذ أحمد، ما هذا؟ أيوة، تفضل حسين. وقف berhentikan waktunya. اوكي. ايش تبغى يا حسين؟ كلمني ايش المشكلة؟ المشكلة ليس الآن وقتي أتكلم بالمناظرة، أم أنها يقولوا أنها محاضرات تقول غير. إحنا مناظرة أنا وصالحين نتكلم فقط، ما دخل. أوكي، مفهوم. أوكي، نبدأ الآن. أبدأ. أنت اللي حتتكلم؟ نعم. أوكي، jalankan waktunya حسين. تفضل يا حسين. شكرا. فالأستاذ صالحين، أنا سبق وأن عرضت السلايدات وأعطيتك الأرقام وأعطيتك المواقع لهذه المخطوطات وأعطيتك أي جامعة حققتها ورقم المخطوط وصفحة المخطوط واسم المخطوط، فبإمكانك سحب السلايدات من المناظرة والتقديم والبحث بعدي. هاي نقطة. النقطة الأخرى، أنا قلت إن محمد بالدليل القاطع من البخاري ومسلم لم يكن يقرأ سورة الفاتحة، وقرأت لك الدليل في عهد محمد وأبي بكر وعمر وعثمان، فلماذا لم تجب على أسئلتي؟ الآن سأعطيك دلائل أخرى. محمد قال إن جبريل قال لي إن قرآن ابن مسعود هو القرآن الصحيح، إن القراءتين كانت، أخبرنا قراءة أي القراءتين كانت، أخبرنا قراءة عبد الله أو قراءة زيد. هذا في سلايد 6 براذر ويبي، سلايد 6، إن أي القراءتين كانت آخر قراءة الله أو قراءة زيد. قال فقلنا قراءة زيد. قال إن رسول الله كان يعرض القرآن على جبريل كل عام مرة، فلما كان في العام الذي قبض فيه يعني توفى
عرضه على جبريل مرتين، وكانت آخر القراءة قراءة عبد الله ابن مسعود، يعني الراوي ابن عباس شعيب الأرناؤوط، حديث 2494، خلاصة حكم المحدث الصحيح. التخريج أخرجه النسائي في السنن الكبرى حديث 7994، وأحمد حديث 2494. فمحمد كان يعرض القرآن على جبريل حسب اعتقادكم، وجبريل قال له إن قراءة ابن مسعود هي القراءة الأصح. دعونا نرى المفاجأة. محمد قال خذوا القرآن من ابن مسعود. ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو، فقال ذلك رجل لا أزال أحبه، سمعت النبي يقول خذوا القرآن من 4، من عبد الله بن مسعود، فبدأ به وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. الراوي عبد الله بن عمرو، المحدث البخاري، صحيح البخاري 3808، خلاصة حكم المحدث الصحيح، وأخرجه مسلم أيضا حديث 2464. يعني محمد قال إن جبريل قال لي إن القرآن الصحيح هو قرآن ابن مسعود، ومحمد قال خذوا القرآن من ابن مسعود. فلنرى ماذا كان يفعل ابن مسعود. هذه المفاجأة. ابن مسعود حذف 3 صور من القرآن، سورة الفاتحة وسورة الفلق وسورة الناس. هل الله لا يعلم أن ابن مسعود سيحذف 3 صور، أم أن محمد ليس نبي؟ إذا كان قرآن ابن مسعود هو القرآن الصحيح حسب قول محمد بالحديث الصحيح، فهذا يوجب على المسلمين أن يحذفوا 3 صور من القرآن. في كتاب الدر المنثور للإمام السيوطي الجزء الأول صفحة 5 الحديث الصحيح، وفي صحيح مسلم وصحيح ابن حبان سلايد 7 براذر ويبي سلايد 7 يثبت لنا أن ابن مسعود حذف 3 صور، المعوذتين وسورة الفاتحة. ومحمد قال إن جبريل قال لي إن القرآن الصحيح هو قرآن ابن مسعود، ومحمد قال خذوا القرآن من ابن مسعود. فالآن يلزمكم أن تحذفوا 3 صور من القرآن، فكيف أبقيتم على 3 صور والقرآن الصحيح ناقص؟ الآن 114 سورة، لازم تسوون 111 سورة. يعني لماذا أزدتم 3 صور على القرآن؟ هذه زيادة على القرآن، لأن محمد قال إن القرآن الصحيح هو قرآن ابن مسعود، وقرآن ابن مسعود ليس فيه لا المعوذتين ولا الفاتحة. فكيف خالفتم القرآن؟ هل جبريل لا يعلم أن ابن مسعود سيحذف؟ هل الله لا يعلم ابن مسعود سيفعل هذا الأمر؟ فإذا هل الله يعلم الغيب؟ إذا كان يعلم الغيب كيف فاته هذا الأمر؟ أم إن القرآن من تأليف محمد؟ أجيبونا بالله عليكم. وأريد جواب على المقدمة التي طرحتها. ابن عباس قال إذا ضاع القرآن فزيدوه بالشعر. إذا كان من الله كيف يزيدون عليه بالشعر؟ وماذا يفعل بتعلم السريانية والعبرانية محمد؟ فأريد وإذا قلت القرآن عربي كلامك غير صحيح، لأن في صحيح البخاري عثمان قال لزيد بن ثابت قال اكتب القرآن بلغة قريش، اكتب القرآن فادرك الناس فإن الناس قد اختلفت في القرآن، اكتبه في لغة قريش. هذا دليل أن القرآن لم يكن مكتوبا في اللغة العربية ولم يكن مكتوبا في لغة قريش. والدليل في صحيح البخاري عثمان قال لزيد اكتب القرآن في لغة قريش. تفضل يا أستاذ صلاح الدين جاوبني على هذا الطرح اللي طرحته الآن. تفضل أوقف الوقت. Diberhentikan waktunya, Husin diberhentikan. Ustaz Ahmad. Assalamualaikum Ustaz Ahmad. Ntar ya. Ini tadi kira-kira waktu yang untuk Ustaz Solihin nggak berjalan kira-kira berapa menit Ustaz? Jalankan. Bukan maksud saya itu tadi kan ada keteledoran itu saya karena banyak yang saya handle. Itu kira-kira berapa menit tadi itu? Kira-kira Ustaz Solihin nggak saya jalankan? 10 menitan lah kira-kira. 10 menit. Jadi kita akan potong 10 menit Ustaz Solihinnya biar kita fair di sini. Oke. Tolong diberitahukan. Husin. Afwan. Ya Husain. Samit. Ya Husain. استاذ اتكلم بوقتك، لا ياخذ وقت مغلق. وقت وقف. يا عفوا. لا توقف الوقت، خليه يتكلم بوقت. ليش انا لما تاخذ الوقت لما هو يتكلم تغلق الوقت؟ حسين انا كمودراتور هنأتي وقت زياده لك 10 دقائق. اوكي؟ نعم. هذا صلاحيات يعني. اوكي حسين؟ اسمعي kurangi waktunya يا Ustaz Solihin. استاذ انا اريد يرد علي، لا اريد شخصا. Oke. Dia tidak mau orang lain bicara. Ustaz Solihin dikurangi 10 menit waktunya. Oke, nanti berarti tinggal 44 menit itu. Nanti akan saya kurangi itu. Ya Husin معايا؟ معك استاذ. وقت من
Ustaz Salihin بينقص 10 دقائق. Ustaz Salihin موافق؟ Ustaz Ahmad. Waktu stop, Ustaz Ahmad. Stop time. Ini berhenti, waktunya berhenti. Stop time. Oke, Ustaz Ahmad, afwan, dikit aja. Ya Hussein, samahta, لو سمحت أريد أن أشترك في هذه المناظرة. وإن شاء الله سيشترك أيضا معك يا علن. أنت علوان؟ نعم، أنا علوان. هل انهزم صاحبك وأتيت أنت اشتركت؟ هل انهزم صاحبك؟ يا لو سمحت يا أخي. أنا لما اتفقت معي قلت لي سيكون 5 معكم وأنا أكفيكم 17. إذا أردت أن اشترك فأنا لست بحاجة لأحد يساعدني، أنا وحدي كافي مع احترام وشكر الأخي ألان، لكن أنا وحدي أكفي 17 منكم. Oke ya, kira-kira sudah cukup Ustadz Alwan karena kita menghormati narasumber kita. Kalau Ustadz Alwan ikut, nanti yang lainnya ikut. Jadi saya harapkan Ustadz Alwan untuk silent dulu. Oke, dilanjut Ustadz Wahid. Oke, الآن زي ما اتفقنا يا حسين وقت لأستاذ صالحين بينقص 10 دقائق، فأستاذ صالحين فتفضل تبدأ. غير علوان راح يبدأ، انهزم صالحين وسيدخل علوان معه على الخط ولا لا أستاذ صالحين فقط ليس علوان. علوان طلب الآن، قال أنا أريد أشترك بالمناظرة. هل أنت موافق على ذلك؟ نعم أنا أوافق. خلاص. bagaimana Pak Zul؟ بشرط أن يجاوب على الذي طرحته، لأن صالحين لن يسمع. Timer itu menjadi sebenarnya itu 44. Karena kalau saya berubah semua nanti itu. Ustaz Salihin tadi Ustadz Alwan mengatakan dia minta waktu untuk ikut bergabung dengan Ustadz Solihin. Dan itu saya tolak itu karena akan merusak formasi. Ustadz Alwan ini karena formasi sudah kita bahas berminggu-minggu. Jadi kalau Ustadz Alwan masuk dalam jajaran nanti yang lainnya ikut. Oke. Kita hormati. Silakan Ustadz Wahid. Ustadz Alwan, nahna nantazar فممنوع الدخول إلى ما اتفقنا اللي هو المحدث الأولى هو حسين، متحدث الثاني اللي هو الأستاذ صالحين فقط لا غير. فالآن من وقت أستاذ صالحين هينقص 10 دقائق فتبدأ من الآن فتفضل. Perlu dijelaskan lagi untuk timernya itu Ustadz Solihin 44 menit 12 detik, untuk Husain 33 menit 01 detik. Oke, lanjut. Silakan. تفضل أستاذ صالحين. طيب يا حسين، على فرض صحة هذه المخطوطات، كذلك هذه ادعيت أنها هي المخطوطات مخطوطات سورة الفاتحة بالسريانية، على فرض هذه المخطوطات صحيحة، وأنت أجبتني آنفا أن هذه المخطوطات تمت تحقيقه. سؤال: من حققها؟ من حقق هذه المخطوطات؟ أجب. تمام. Berhentikan waktunya Ustaz Solihin. Halik Mahib, berhentikan waktunya Ustaz Solihin. Moderator. Oke, sudah saya push. Waktunya Husain. Pak Husain, yabda, fatafadhal. من حققها؟ Brother Waibi, slide 1, picture slide 1. الذي حقق هذه المخطوطات هو العالم في اللغات السريانية، هو العالم ريتشارد جوثل في كتابه مخطوطات السريانية وأسطورة بحيرة في السريان. كتابه هذا أكد فيه هذه الأدلة وعرض مخطوطات. خلينا نقرأ من ضمنها المخطوطات التي فيها كلام الراهب بحيرة إلى الراهب يشوع بن مرهب، وإنه سلايد 1 براذر ويبي كتب هذه المخطوطات كما سمعها من فم بحيرة نفسه الراهب المرهب، فقد أقام مع بحيرة أسبوعا. المخطوطات تحمل رقم سجول 10. وجود هذه الوثائق والأماكن المحفوظة فيها هي مكتبة باريس الدولية وجوثة في ألمانيا والفاتيكان. المخطوطة الثانية موجودة في قسم المخطوطات بجامعة برمنغهام في المخطوطات السريانية المعرفة مينغن ميس رقم 107. قام بدراسة هذه المخطوطات وقدم بحث بها وحقق منها وأكدها كل من
العالم ريتشارد جوثل من عام 1898 إلى عام 1901 في لمدة تقريبا 4 سنوات قام بدراسة خاصة عن قصة بحيرة ومحمد في 4 مقالات نشرها في أواخر القرن 19 وبداية القرن 20 تحت عنوان A Christian Bahira Legend أو Legend، وقدم بها رسالة ماجستير الدكتور عبد الأحد مالكي الشابو بعنوان الراهب بحيرة حسب التراث المسيحي. وأشرف على هذه الرسالة الدكتور ديفيد كير مدير مركز الدراسات المسيحية الإسلامية في جامعة والعلاقات الإسلامية المسيحية في جامعة برمنغهام، والدكتور جورج ويلسون والأستاذ حسان اسكاري أساتذة مركز الدراسات الإسلامية في جامعة برمنغهام. في صفحة 89 من الرسالة التي قدم بها ماجستير الأستاذ عبد الأحد مالكي شابو، الراهب عبد الأحد مالكي شابو، picture brains brother ويبي. yes this صفحة 59 ذكر الباحث عبد الأحد شابو في رسالة الماجستير من جامعة برمنغهام الوثيقة الأولى، وهي مخطوطة سريانية اكتشفت في دير الزعفران جنوب شرق تركيا. مع هذه المخطوطة اللي هي بصورة الفاتحة كلها أنه بحيرة هو الذي كتبها لمحمد، وفي مدينة ماردين التي كانت المقر السابع لبطريقة السريان الأرثوذكس. ترجمت المخطوطة إلى الإنجليزية صفحة 74 إلى 99، وترجمة إلى العربية صفحة 140 إلى 149 من رسالة الماجستير للأستاذ عبد الأحد مالكي شابو. في صفحة 140 كتب هذه المخطوطة راهب اسمه الراهب يشوع مرهق، وإنه كتب هذه المخطوطة كما سمعها من فم بحيرة نفسه، فقد أقام مع بحيرة أسبوعا. وفي يعني كيف بحيرة قال له إنه أني علمت محمد الثالوث وعلمت الصلاة وعلمت سورة الفاتحة وعلمت كل شيء، لكن هو ماذا فعل؟ هو أصبح عنده جيش وأصبحت عنده أموال، انحرف عن عقيدته النصرانية وأسس دينا جديدا، فلذلك انقلب بحيرة ولم يبقى يعلم محمد. فهنا يقول يذكر الكاتب إن بحيرة أخبره كيف ذهب إلى قفر يثرب عند الإسماعيليين، وقال بحيرة إن العرب كانوا يسجدون لصنم يسمى الله أكبر. وفي ذات الصفحة يخبره بحيرة إنه هو الذي كتب القرآن لمحمد. سلايد 1 براذر ويبي، سلايد 1 يخبره إنه هو الذي كتب القرآن لمحمد. جاء في يعني هو القرآن وسورة الفاتحة كله من أصل سرياني، والدليل عثمان قال اكتبوا القرآن بلغة قريش لأنه كان مكتوب بالخط السرياني النبطي في ذلك الوقت، والدليل في صحيح البخاري كما قال عثمان اكتبوا القرآن في لغة قريش لأنه مكتوب بغير لغة، باللغة التي كتبها بحيرة. والدليل محمد كان تأتي كتب بالسريانية والعبرانية وكان يترجمها له زيد بن ثابت. جاء في صفحة 145 قال محمد كيف يصدقني بني شعبي وأنا ليس عندي كتاب ولا أعرف شيئا؟ أجاب بحيرة أنا أعلمك كل شيء في الليل وأنت تعلمهم في النهار. فقال له محمد وإن سألوني من أين أتيت بذلك ماذا أقول لهم؟ أجاب بحيرة صفحة 146 قل لهم جبريل الملاك أتى إلي ويعلمني كل شيء. وهذا عين ما جاء بالوثيقة الأولى المخطوطة التي فيها كلام الراهب بحيرة إلى الراهب يشوع المرهب، وإنه كتب هذه المخطوطة كما سمعها من فم بحيرة نفسه، فقد أقام مع بحيرة أسبوعا. المخطوطة تحمل سجع 10 موجودة هذه الوثائق والأماكن في مكتبة باريس دولية وجوثة في ألمانيا والفاتيكان. والمخطوطة الثانية موجودة في قسم المخطوطات بجامعة برمنغهام اللي فيها سورة الفاتحة في قسم المخطوطات السريانية المعرفة، وهذا رقمها. قام بدراسة هذه المخطوطة وقدم بها بحث وحقق منها وأكدها كل من العالم ريتشارد جوثل من 1898 إلى 1901. قام بدراسة خاصة عن قصة بحيرة ومحمد في 4 مقالات نشرها في أواخر القرن 19. هذه إعادة. فهنا ترجمة المخطوطة يقول بحيرة لمحمد فقال لي أمرتهم، لاحظ هنا نكمل. وبعض ما ورد في المخطوطة أيضا يقول بحيرة عن محمد فقال لي أن أمرتهم بالصلاة وهم لا يطيقونها فكيف أعمل؟
فقلت له تصفهم صفا وراءك، فإذا وقفوا صفوفا تقدم أنت قدامهم، تصلي يوم، فإذا أنكست رأسك ينكسوا رؤوسهم، وإذا رفعت رأسك يرفعون رؤوسهم، وإذا سجدت يسجدون، وإذا قمت يقومون. فهم يتعلموا ويعتادوا، وترسم لهم 3 ركعات في كل الصلاة لئلا يضجروا فيهربوا. في أول ما تقدم تقوم للصلاة تبسط يدك وتقيمها عند أذنيك تحقيقا بالثالوث الواحد، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، لكن هناك تناقض وحيرة يعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم بينما محمد لم يكن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بالصلاة. لماذا؟ لأنها كانت في الصلوات اللوثرجية، صلوات الساعات اللي موجودة بالكنيسة السريانية والكنيسة الكلدانية والآشورية اللي تتكلم اللغة السريانية الشرقية. ولا صلاة إلا يقول ليس يتم لك صوم ولا صلاة إلا بالطهر والاغتسال بالماء الطاهر. فقال في صفحة 21 لي علمني إياه، فقلت له تجعل الإناء عن يمينك وتمسح بالماء على شعر رأسك وداخل أذنيك وداخل فمك، أردت بذلك مثال الثالوث. فقال لي وكم أفرض عليهم في كل يوم صلاة مثل ما النصارى يقومون؟ فقلت له أفرض عليهم 7 صلوات في كل يوم مثل ما النصارى يقومون. فقال لي وإن لم يطيقوا وإن لا يقدروا ولا يقبلوا حتى ماذا هذا كله؟ فقلت له صير لهم الصلاة 3 دفعات مرات ركوع، وتكون 7 صلوات ل7 أوقات يعرفونها. أولها من الصبح يقال لها عندنا صلاة السحر فتسميها أنت صلاة الفجر، وتاليها أول ساعة من النهار فتسميها أنت لهم الصبح، يعني هاي صلاة الليل. بعدين صلاة الصبح يقال لها عندنا الثالثة فتسميها صلاة الظهر. وسادسا صلاة من النهار ويقال لها عندنا السادسة تسميها صلاة الظهر العصر يعني. وتاسع الصلاة من النهار يقول لها عندنا التاسع تسميها لهم صلاة العصر، والتي 10 ساعة من النهار يقال لها عندنا صلاة الغروب فتسميها صلاة المغرب. وآخر النهار يقال لها عندنا صلاة النوم فسميها لهم صلاة العشاء. فهذه الصلوات أكبر دليل. والآن لو ترجع للكنائس الطقسية الكاثوليكية والأرثوذكسية والكنيسة في إنجلترا الكنيسة اللوثرية وكذلك الكنيسة الإنجليكانية كلهم لهم 5 صلوات باليوم، 5 صلوات باليوم. لكن الناس يعني تحضر دائما فقط يوم الأحد، لكن الكنيسة تقدم 5 صلوات باليوم. فإذا الصلوات ال5 أصلا الإسلام أخذها من هذه الكنيسة. فأنت تورطت يا أستاذ صالحين، قلت لي أعرض الدلائل ومن درسها ومن بحثها. Picture slide 1 brother Waibi. Pictures slide 1 please. فهذه هؤلاء العلماء وهذه الكتب التي حققتها، وأيضا روابط ومواقع هذه الكتب تجدها في أسفل السلايد. فأنت تورطت الآن لما طلبت مني الدليل، وكل ما تسأل سؤال راح أعطيك دلائل أقوى لأني أعرف أنت راح تسأل هذه الأسئلة. فأستاذ صالحين هل الآن تسلم وتعطي المايك لأخوك علوان لكي يسعفك أم لا زلت مصرا على القتال؟ Alas waktunya Husin dimatikan dulu. وقف الوقت. Waktunya Husin dimatikan. Oke, waktu sudah saya push. كم بقى من الوقت يا أستاذ؟ tampilkan. Oke, udah saya كم push. بقى من الوقت يا أستاذ؟ وقتك باقي 23 دقيقة و5 لحظات. شكرا أستاذ. إنما أستاذ صالحين باقي من وقته 43 دقيقة و35 لحظة. تمام حسين؟ تمام. أنا إذا كملت وقتي والأستاذ صالحين ما رد علي بوقتي أنا سأخرج من المناظرة. أوكي. الآن أستاذ صالحين تفضل من وقتك. طيب يا آنفا يعني قال حسين يا silakan. آنفا قال يعني قلت أن هذه المخطوطات تمت دراستها وتحقيقها. طيب هذه المخطوطات التي فيها سورة الفاتحة على اللغة السريانية حسب ما زعمت، متى وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكيف وصلت ومن أوصلها إليه؟ أريد الجواب.
Berhentikan waktunya Ustaz Salihin. Siap, sudah berhenti. Ya, Hussein, soal min Ustaz Salihin فتفضل. هل أجاوبه بوقتي أم بوقتي؟ أنا أريد أن أجاوب بوقته لأن هو دا يحقق وياي، فأنا أجاوبه بوقته، لا تفتح وقتي. Oke, dia minta Ustaz Salihin melanjutkan presentasinya sebelum dia menjawab. لا Timer saya jalankan ya. أنا سأعرف جميعا أريد أن يجيب لأنه هو الذي يتهم أن محمدا سرق هذه المخطوطات. يعني سؤالي عادي، متى وصلت هذه المخطوطات إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا جاوبتك وكيف وصلت؟ أنا لا أفتح وقتي، أنا بشرط أنت تريد أن تتكلم 5 دقائق 10 دقائق تعطيني الوقت، سجل أسئلتك. أما إذا تريد تحقيق فأنا موافق على التحقيق، لكن ماذا؟ لكن بوقتك التحقيق يتم. Waktunya Ustaz Hussein dimatikan. Matikan. بوقتك التحقيق يتم. Oke, Ustaz Salihin, fadhal. Jawab. Ini Hussein kan maunya dia ngomong ngambilnya waktu saya, kan nggak mungkin itu. Enggak mungkin. Ustaz Salihin الآن أسئلة من حسين فتجاوب على هذا الأسئلة ثم حسين هيجاوب أسئلة من عندك. أنا لا يعني لا بأس أن يتهم محمد بالسرقة، ولكن سؤالي للمدعي متى وصلت هذه المخطوطات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف وصلت ومن أوصلها؟ أريد الجواب. sudah. Oke. أنا سأسجل. Matikan waktunya Ustaz Salihin, jalankan waktunya Hussein. Siap. تفضل جاوب يا حسين، jalankan waktunya Hussein. اغلق الوقت أستاذ أحمد، اغلق الوقت بليز. Tutup dulu waktunya Hussein. Tutup dulu waktunya Hussein. Dimatikan waktunya Hussein dulu. Iya Hussein. أستاذ صالحين، أنا أسألتك سائلة من المداخلة الأولى، سألتك أسئلة، أتمنى أن تعقب على كلامي وتجاوب على أسئلتي ب10 دقائق أو ربع ساعة، ثم تعطيني الفرصة أنا أجاوبك. Jadi Ustaz Salihin. أنا سأجيب جميعا، ولكن هذا أجب متى وصلت هذه المخطوطات إلى النبي؟ تمام، شكرا. خلينا نجاوب بوقته. ومن أوصلها إليه؟ أستاذ أحمد أجاوبه بوقته، لأن هو طلب مني التحقيق، أجاوبه بوقته ليس بوقتي. أنا وقتي لعرض الأسئلة وللطرح، هو الآن أجاوبه بوقته. الوقت حيكون متساوي عندما تتكلم زي ما اتفقنا من البداية، هو بيقسم من وقته. خلاص. اوكي انت دحين تتجاوب، بعدين استاذ صالحين هيجاوب على اسئلتكم. يا استاذ صالحين، انا عرضت محمد اصلا لم يكن يعرف سورة الفاتحة. حسين، انا عرضت اي دليل ان محمد اصلا كان وقتنا. لا مقاطعة يا استاذ احمد، ما هذا؟ لا وقته، وقف. berhentikan waktunya Hussein. دقيقتين زيادة يا أحمد، تعطيني أستاذ أحمد. حسين نعم. الوقت هيبدأ عند وقت تتكلم. شكرا. لا تقاطعوا رجاء، لا يسوي تشويش. sekarang الآن أبدأ حسين. شكرا أستاذ أحمد. أنا عرضت لك أن محمدا من أصل لم يكن يقرأ سورة الفاتحة في الصلاة، وأعطيتك الدليل من البخاري ومسلم أن محمد لم يكن يقرأ، لا هو ولا أبو بكر ولا عمر. في عهد علي من الممكن أن دخلت. كيف دخلت؟ قرأت لك في السلايد 3 اليوم في الصلوات في الكنيسة الكاثوليكية والكلدانية والكنيسة المشرق الآشورية يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم وأيها الآب الرحمن الرحيم في picture slide 3 brother ويبي picture slide 3. هذه الصلوات اللي طرحتها إليك هذه كانت مأخوذة كتابها مثل ما أعطيتك الراهب اللي جمعها وأخذها من القساوسة في السلايد 3، وكانوا يصلون بهذه الصلوات وكانت انتشرت واشتهرت عندهم، فأخذوها من العراق تقريبا، أخذوها من مسيحيين العراق بعدما غزا المسلمين العراق. والدليل على ذلك إن محمد لم يكن يقرأ سورة الفاتحة، وأعطيتك الدليل. فأنا سؤالي كيف كان محمد
لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وسورة الفاتحة بالصلاة، وأنتم اليوم إذا صليتم بدون الفاتحة تبطل صلاتكم. تفضل جاوب. طيب حسين. Matikan waktunya Husain. Siap. Sekarang أنا لما قلت له تفضل جاوبني أنت توقف وقتي المفروض. خلاص اوكي. الآن أستاذ صالحين. اوكي انت تقول انها وصلت تقريبا في غزوة العراق. طيب متى هذا؟ هل حينئذ وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف وصلت؟ هذا هو كيف وصلت؟ أين الدليل أنها وصلت إلى النبي سورة الفاتحة من عراق أو من المسيحيين؟ أين الدليل؟ هذا هو الدليل. الذي أريد هو الدليل. ليس هناك أي دليل أن سورة الفاتحة مسروقة من عند النصارى ليس هناك أي دليل. هذا الذي أريد هو دليل. طيب على فرض صحة هذه المخطوطات، على فرض صحة أن محمدا سرقت هذه المخطوطات من قبل المسيحيين، هذا النوع من سورة الفاتحة حسب زعمكم بالنسبة للمخطوطات هل يعد سرقة أو اقتباسا أو ترجمة؟ هذا هو. هل كملت؟ لحظة أنا سأكرر أو سأستمر. طبعا أنت تعرف السرقة العلمية سميناها بالانتحال. هناك الانتحال، هناك الاقتباس، هناك الترجمة. انظر إلى المخطوطات باللغة السوريانية، شوف، والفاتحة باللغة العربية. يعني هل هذه سرقة؟ هذا أولا، أو هي الاقتباس أو الترجمة. لو يعني على فرض صحة هذه المخطوطات، يعني أقصى ما يكون هو الترجمة. من يترجم؟ هذا هو. هل محمد يترجم؟ هل هناك أحد يترجم من غير محمد؟ أهم شيء هو كيف وصلت هذه المخطوطات إلى النبي. هل هناك رواية صحيحة أن محمدا سرقت، أن سورة الفاتحة وصلت إلى محمد؟ هذا هو. أريد الشهود. هل تم هل هناك أي مبرر؟ هل هناك شهود؟ هل هناك أبحاث؟ هل هناك ندوات وغير ذلك؟ وهل الكنيسة تدعي مثل ادعائك من أن سورة الفاتحة سرقها محمد من المسيحيين أو من المسيحيات؟ هل هذا هو صوت الكنيسة أو هذا صوتك أنت؟ تفضل. شكرا لك أستاذ. Matikan waktunya Ustaz Solehin. الآن حسين تفضل وتتجاوب. شكرا لك. الأستاذ ملكي شابو الذي عرضت رسالته رسالة الماجستير، هذا رئيس أساقفة وبطريرك السريان في السويد، فنعم هذا رأي الكنيسة، وقدم بهذه المخطوطات رسالة ماجستير. نعم هذا رأي الكنيسة السريانية. هذا أولا، وأعطيتك الدليل. النقطة الأخرى، أعطيتك كتاب لويس ساكو بطريرك كنيسة الكلدان، قال لك إنه بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا بطريرك كنيسة الكلدان سيدنا في العراق. فهذا البطريرك أيضا يقر أن هذه سرقة، والدليل أنها موجودة في الكتب المسيحية. هذول اثنين، الكنيسة السريانية والكنيسة العراقية الكلدانية والآشورية، كنيسة المشرق القديمة وكنيسة المشرق أيضا. فهذه دلائل، هذا رأي الكنيسة. نعم أجبتك. النقطة الأخرى، تقول القرآن عربي. أنا عرضت لك بالمداخلة السابقة أن بحيرة هو الذي كان يترجم لمحمد، وهو الذي ألف له القرآن، وهو الذي كان يكتب له. هذه ثانيا. ثالثا، محمد كان يأمر زيد بن حارث بن ثابت أن يتعلم السريانية والعبرانية، لأن محمد قال كانت تأتيني كتب لا أحب أحد أن يطلع عليها. لماذا لا يحب محمد أن يطلع على الكتب التي تأتيه بالسريانية والعبرانية؟ فقال زيد تعلمتها فكنت أترجم للنبي، وتعلمت ما حرفوا وما بدلوا. هذه ثلاثة طرق تصل لمحمد
هذه المخطوطات وهذه الكلام وهذه الصلوات وهذه القصص. هذه 3 طرق. الطريقة الرابعة خلينا نفهم، علم اللغة اللي هو اسمه علم اللسان يثبت أن القرآن سرياني. لدينا حديث أولا من الكتب الإسلامية دليل قاطع أن القرآن سرياني، عن حديث حذيفة أن عثمان قال لزيد اكتبوا القرآن بلغة قريش. سلايد بليز، سلايد 2 براذر ويبي، سلايد 2 براذر ويبي. فقال اكتبوا في سنن الترمذي حديث سنن الترمذي حديث 3104 وأخرجه البخاري 4987 في صحيح البخاري. قال عثمان، لاحظ الحديث خلونا نقرأ كامل حتى نفهم. يقول إن حذيفة قدم على عثمان بن عفان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق، فرأى حذيفة اختلافهم في القرآن، كانوا مختلفين بالقرآن. لاحظوا القرآن كان عند أهل الشام يعني عند السريان. فقال لعثمان بن عفان يا أمير المؤمنين ادرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى، فأرسل إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالمصحف فننسخه من المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت حفصة إلى عثمان بن عفان بالصحف، فأرسل عثمان إلى زيد بن ثابت وشعيب بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الله بن الزبير أن انسخوا الصحف في المصاحف. وقال الرهط القريشيين 3 ما اختلفتم فيه أنتم وزيد بن حارث فاكتبوه بلسان قريش، فإذا اختلفتوا بشيء من الآيات فاكتبوها بلسان قريش. يعني القرآن كانوا مختلفين به، جزء مكتوب بلغة العراق وجزء مكتوب بلغة الشام، مثل ما قرأنا بالحديث يقول إن القرآن كان في جزء بلغة الشام وجزء في لغة العراق. فعثمان قال هم اللي تختلفون فيه واللي ما تفهمونه من هذه اللغات اكتبوه بلسان قريش. فإنما نزل بلسانهم حتى نسخوا الصحف في المصاحف بعد عثمان إلى كل أفق بمصحف من تلك المصاحف التي نسخوا. الراوي أنس بن مالك المحدث الترمذي في الترمذي وفي البخاري، هذا حديث دلالة واضحة تثبت لك يا أستاذي أن القرآن كان مكتوب باللغة السريانية الشرقية لغة العراق، والسريانية الغربية لغة الشام، والخط النبطي لغة الأردن. حتى أنه ودليل على آية قرآنية قال على قوم لوط إنكم لتمرون عليهم مصبحين وفي الليل أفلا تمرون وفي الليل أفلا تعقلون فلا تدركون. فهنا دليل أنه هو كان موجود القرآن في الشام وفي العراق وكان يأخذ ويقتبس من هذه الأمور. فكيف ترد على البخاري؟ نقطة أخرى، دليل آخر، من الذي أكد مخطوطة سورة الفاتحة؟ براذر سلايد 2 براذر ويبي. أكد البروفيسور جابرييل سوما المختص بدراسة اللغات السامية والقديمة في الجامعات الأمريكية، هذا مختص في اللغات السامية والقديمة في الجامعات الأمريكية ومستشار ترامب، في كتابه القرآن الذي أسيء تفسيره وترجمته وفهمه إن آلاف المفردات اللغة العربية المعروفة حاليا في كلمات هي كلمات آرامية سريانية وليست ذات أصل عربي، وإنما دخلت على اللغة العربية نتيجة تفاعل اللغات التي كانت منتشرة في منطقة بلاد ما بين النهرين، يعني العراق بلاد ما بين النهرين، مع جارتها التي كانت معروفة آنذاك في منطقة شبه الجزيرة العربية. وإن القرآن القديم كان مكتوبا باللغة الآرامية وليس اللغة الحالية العربية التي نعرفها اليوم. والكلمات الآرامية تنسحب على الغالبية العظمى من سور وآيات القرآن الكريم، وعلى رأسها سورة الفاتحة التي يستهل بها القرآن سوره، والتي كانت على الشكل الآتي: بشم آلوه رحمن رحيم، حمدو لالوه رب عالمين، رحمن رحيم، ملك يوم دينه، إيكو آت نعبد أنعمين، اهدون إلى آخره. فهذا picture please this، هذا جابرييل سوما مستشار ترامب وهو عالم في اللغات السامية ورئيس في جامعات أمريكية في اللغات السامية. هذا علم اللغة. علم اللغة يثبت أن القرآن سريان. إحنا إذا كذبنا العلم لازم نلغي الإنترنت من حياتنا، لازم نلغي التليفون من حياتنا، لازم تلغي كل شيء متقدم من حياتك يا أستاذ
صالحين، لأن هذا علم اللغات السامية يثبت أن القرآن هو سريان الأصل، والدليل على المخطوطات والأبحاث، وهذا جابرييل سوما الطاق. لذلك أنا أقول لك أخذت هذه المخطوطة من مصادر سريانية ومصادر علمية في جامعة برمنغهام، وهذه الجامعة أيضا اللي يدرس فيها الدكتور جابرييل سوما، وهذا كتابه اللي طرحته لك وصورة كتابه موجودة. فكيف يا أستاذ صالحين أريد أفهم؟ وهذه الآية أنت سألتني سؤال ماذا بالنسبة لكم، هل هذا سرقة أو اقتباس؟ أنا أقول لك إن القرآن يقول لا أحد يستطيع أن يأتي بمثله. طيب أنت تقول هو مكمل، لكن هذه سورة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم والبسملة هذه ليست في الإنجيل ولا في التوراة ولا في الزبور ولا في غيره، إنما هي من وضع القساوسة. فهل الله يسرق من القساوسة ويضع في كتابه؟ كيف يعقل هذا الأمر؟ كيف يعقل هذا الأمر؟ يعني أليس غير لا أحد يستطيع أن يأتي بسورة من مثله، فكيف يأتي بسورة الفاتحة التي هي بالأصل سريانية وكان دعاء يقرأ في الكنائس تقرأه القساوسة؟ أنت لماذا لم تجيب على أسئلتي كلها يا أستاذ صالحين؟ لماذا؟ يعني أنت الآن في موقف صعب جدا لا يحسد عليه، لا تحسد عليه. تحياتي أستاذ أحمد، اغلق الوقت. Close the timer. Oke, tutup waktunya Husin. Oke. كم بقي من الوقت أستاذ أحمد؟ باقي من وقتك 13 دقيقة و8 لحظات. أما أستاذ صالحين باقي 39 دقيقة و8 لحظات. فsekarang waktunya Ustaz Salihin, فالآن وقت أستاذ صالحين فتفضل. أستاذ صالحين؟ نعم. تفضل من وقتك. نعم. طيب أنا أريد أن أعرض أن سورة الفاتحة لأني أصدق وأنا مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن وصل إلينا بالتواتر وبالسند، وفي القرآن في سند. انظر سورة الفاتحة لم يؤتها نبي قبله، رواه مسلم والنسائي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. هذا أولا. ما أنزل الله في التوراة والإنجيل مثل أم القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله في التوراة والإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني. لا يمكن أن الله صرف من قساوسة، هذا لازم أن نعرف كذلك التاريخ، لأن سورة الفاتحة نزلت بعد سورة المدثر وهو في عهد مكة، ولم يتعايش محمد صلى الله عليه وسلم مع سريانيين ومع أي شعب من الشعوب. قال الله تعالى وهي مقسومة بيني وبين عبدي ولا عبدي ما سأل. طبعا هذا في حديث راه بخاري ومسلم قسمت الصلاة بيني وبين نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين مجدني عبدي، إلى آخر الحديث. فأنا أرد جواب الحسين آنفا أن سورة الفاتحة سرقها محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الإثباتات غير صحيحة، ولم تعرض كذلك سورة الفاتحة بكاملها مثلا من قساوسة. هذا وهناك أما أن مفردات القرآن والأناجيل والتراث فيها مفردات متساوية،
لأن المصدر واحد من الله، عن الأنبياء، عن التقوى، عن الصلاة، عن الدعاء. هذه مفردات الدين، مفردات الأديان. ولسورة الفاتحة هذا محتوى سورة الفاتحة. طبعا ربما أنا أريد أن أبين لكم جميعا أن القرآن وصل إلينا بالتواتر بالسند، سند سورة الفاتحة، يعني في سند. أما المخطوطات التي جئت بها أين سندها؟ أريد سند كذلك. هذه سند سورة الفاتحة حتى وصل إلينا من الله إلى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه. هذه طريقة الشاطبية، ثم وصل إلينا بهذه السند. هذا الذي نريد، يعني الإثباتات مثل هذه. هل المخطوطات التي ادعيتها أنها سرقها محمد صلى الله عليه وسلم لها سند مثل هذا السند؟ هذا هو لحظة أريد هذا سند سلسلة أسانيد القرآن الكريم، في سند. أما المخطوطات التي عندك التي ادعيت واتهمت أنها سرقها محمد صلى الله عليه وسلم في حياته، أو لا أدري متى سرقها، في أي سنة. سورة الفاتحة نزلت بعد المدثر، هي نزلت بعد المدثر، والمدثر نزلت بعد سورة العلق. ولم يكن هناك نبي صلى الله عليه وسلم يترجم أو مع أصحابه يشتغلون بترجمة مخطوطات السريانية وكذا وكذا. لم يعرف مثل هذا الخبر، لم يعرف ولم يسمع عندنا. ثم أريد أن أبين كذلك أن القرآن شيء يعني مثل هذا سند. ليس هناك، ليس لدى المسيحيين لأناجيلهم أسانيد معتبرة. أريد كذلك يعني مثل المخطوطات التي عندك، أريد سند. هل هناك سند؟ أما سورة الفاتحة له سند، لها سند. ثم القرآن الكريم قبل أن يكتب يحفظ في الصدور، هو يحفظ في الصدور ثم يحفظ في السطور. هذا القرآن. وحفاظ القرآن الكريم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كثير، ولا أحد يقول من أصحابه صلى الله عليه وسلم أن سورة الفاتحة سرقها محمد من العبرانية من السريانية وغير ذلك، ولم يكن هناك أي رواية. سورة الفاتحة حفظها ملايين أمة الإسلام الذين يصلون، كل يحفظ سورة الفاتحة، الصغار والكبار، العرب والعجم. وعلاوة على ذلك في إحصائية 30,000 حفاظ القرآن في إندونيسيا فقط. هذا القرآن محفوظ، أما تلك المخطوطات لا تحفظ. هل هناك سند مثل هذه؟ هذا الذي ممكن أن أجاوب حسين. يعني مستحيل أن يكون القرآن سرقها محمد يعلمها مثلا بحيرة. هذا قديم مثل هذا. يعني المكذب يقول محمد يخط القرآن بيمينه، زمان مثل هذا. فقال قال الله تعالى قال الله تعالى مثلا في كتابه وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به
ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. سورة الفاتحة سورة عظيمة، سورة عظيمة. أريد كذلك أن أعرض عليكم حقيقة أنا أريد أن يعرض حسين مثلا التحقيق مثل هذه، مثلا نحن عندنا المصحف الشريف المنسوب إلى عثمان بن عفان في هذه المخطوطات، مخطوطة كاملة. هذا المصحف كتب في عام 30 هجرية في عهد عثمان بن عفان، فهي كاملة من الفاتحة والبقرة، كاملة ومحفوظ وهو محقق كذلك. كيف تبدي لنا التحقيق؟ انظر مثلا هذا التحقيق، انظر هذا التحقيق. هذا هو التحقيق يا حسين، مثل هذا دراسة وتحقيق، لأن شأن المخطوطات شأن التحقيق. إذا تعلمت التخريج والتحقيق سوف تعرف كيف يكون التحقيق. هذا هو التحقيق، ليس فقط كلام، ولكن ابدأ مثل هذا. إذا أبديت مثل هذا التحقيق، فالتحقيق هذا إنتاج علمي كبير عظيم. ومن هذا التحقيق سوف نقرأ ونعرف مثلا هذا المصحف، وهذا التحقيق معتبر. هذا المصحف مصحف المنسوب كتب على يدي سيدنا عثمان بن عفان سنة 30 هجرية. هذا هو التحقيق. أنت لم تحضر لنا مثل هذا التحقيق. أنا أريد التحقيق مثل هذا علميا ومنهجيا. طيب، هذا ما أريد أنا أريد أن أرد كذلك أن القرآن يتعلمه محمد صلى الله عليه وسلم من بحيرة هو الذي يترجم من السريانية أو من العبرانية إلى العربية، وهذا خلاف الواقع، لأن القرآن هذا كثيف جدا، 30 جزءا. بحيرة يعلمه كاملا مثل هذا. الرواية غير صحيحة. الرواية هذه رواية بعيدة عن الصحة. نعم، شكرا. Salihin cukup? يكفي. Oke, يكفي. Ustaz Salihin وقف الوقت. اوكي حسين، استاذ صالحين قد رد عليك، والان من وقت استاذ صالحين باقي 27 دقيقة و48 لحظة. اما بوقتك يا حسين باقي 13 دقيقة و8 لحظات، فتفضل من وقتك. شكرا أستاذ أحمد. أستاذ صالحين يقول لا توجد عندنا رواية تقول إنه الرسول سرق سورة الفاتحة من السريان. هل هذا إجابة؟ لا توجد عندك رواية. هل تريد أن واحد يعترف على نفسه يقول أنا حرامي، أنا سارق؟ منطقك غريب صراحة. النقطة الأخرى يقول إن القرآن عندنا فيه سند وإنه محفوظ. تعال لنقرأ لنكتشف. في الدر المنثور للسيوطي الجزء السادس صفحة 422
وأخرج ابن مردويه عن عمر بن الخطاب قال رسول الله: القرآن 1000 حرف و27,000 حرف، يعني ايش قد؟ 1,720,000 حرف. لكن القرآن الحالي كم؟ 320,015. يعني بعد كم؟ بعد 300 ب300 بعد 4 أضعاف هذا القرآن ضايع. فكيف تقول القرآن عنده سند؟ لا أعلم. نكمل. ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد جزء 7 صفحة 163، وقال: ورواه الطبراني في الأوسط عن شيبة عن محمد بن عبيد بن آدم بن أبي إياس، ذكره الذهبي في الميزان لهذا الحديث، ولم أجد لغيره في ذلك كلاما، ورجاله ثقات. ورواه في كنز العمال الجزء الأول صفحة 517، وقال عن مصادره: ورواه عن عمر وابن مردويه وأبو نصر إلى آخر الحديث، يطيق إنه القرآن 1,700,000 آية حرف عفوا، والقرآن الحالي 320,000 حرف. كيف تفسر لنا هذا؟ يا كيف 3/4 القرآن ضايع وربع موجود وتقول القرآن محفوظ؟ تفضل جاوب لي أستاذ. أوقف الوقت بليز أستاذ. طيب القرآن له سند متواتر. Waktunya Husain dimatikan. Oke. الآن أستاذ Salihin, tafadhal min waktak. Waktunya Ustaz Salihin dijalankan. طيب معروف أن القرآن له سند متواتر، ويحفظه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يختلف أحد إلا في القراءات. نعم في القراءات هناك اختلاف، هناك اختلافات في القراءة، ولكن اختلاف ليس اختلاف تضادي، ولكن اختلاف تنوعي. انظر يعني أي رواية تخالف رواية التواتر في قراءة القرآن فالرواية مرفوض أو رواية شاذة. يعني في علم القراءات الخبر متواتر، نقل جماعة مستفيضة يمتنع تواطؤهم على الكذب عن جماعة مثلهم من أول السند إلى منتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عد الأحرف كذا حرف كذا حرف، هذا ممكن يعني يخطئ من يعد حرف، لأن هناك اختلافات في الكتابة كذلك، لأن رسم المصحف هناك اختلاف في مثلا الرسم، مثلا قال بألف وقال بدون ألف، وكلاهما يقرأ قال، وهناك من يقرأ قل. هذا علم القراءات، ولكن عدد الحروف يختلف. مثلا مصحف إندونيسيا ومصحف ستاندر إندونيسيا، مصحف على أساس إندونيسيا، ومصحف على مصحف المدينة المنورة. هناك بعض الاختلافات في عدد الحروف، هذا لا بأس، ولكن ليس هناك أي قراءة مختلفة من سند واحد. نحن عندنا نعرف ما يسمى بالقراءة السبع، وجميعها رويت بالتواتر، ليس هناك أي اختلاف. هذا هو يا حسين، تفضل. شكرا لك أستاذ. أنت قلت مصحف إندونيسيا، لكن عمر يا sekarang Husain تفضل من وقتك. عمر كان يتحدث عن القرآن العربي. عمر يقول القرآن 1,700,000 حرف، لكن القرآن على قول الرسول قال لكن القرآن الحالي 300,000 حرف. كيف تفسر هذا الأمر؟ أنا ما سمعت الجواب. تفضل. عمر يقول كم؟ 1,700,000 حرف. Oke, perhatikan 1,700,000 حرف، يعني 1,700,000 حرف، والقرآن الحالي 300 حرف. كيف تفسر هذا الأمر؟ Oke, perhentikan waktunya Husain. Ustaz Salihin, fadal min waktak. Ustaz Salihin, jalan waktunya.
أنا كما قلت لك عدد الحروف هناك ربما هناك اختلاف، والعرب يقولون سبعة يعني كثير. عندنا مثلا على اللغة العربية على لغتكم نقول مثلا 7 سنابل. فرق أن يقول 7 سنبلات. انظر هذه اللغة العربية، 7 سنابل يعني كثرة. سنبلات هذا جمع القلة، هذا عن العدد. ممكن أنت تقول هذا 1,000,000 حرف وأنت لم تعدها. هذا مثلا 100 ملايين يعني لكثرتها. هذا عدد الحرف، ليس هناك أي شيء. الذي يعد هو الرواية المتواترة. قراءة القرآن بالتواتر هي التي تعد، هي الذي يعتبر، وليس الروايات الأخرى التي تخالف الحقيقة. وعندنا برامج اسمه إحصائيات القرآن، وليس هذا مجاله. مجالنا هو الفاتحة. الآن الفاتحة هذه سورة عظيمة. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حينما حفظها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن كانوا في مكة، ولم يعرفوا أن هذه مترجمة، هذه السورة مترجمة من السريانية ولا من العبرانية. لم يعرفوا. كيف أنت تعرف؟ ثم المخطوطات عن الفاتحة متى وجدت؟ يعني متى وجدها؟ يعني متى يلتقطها من وجدها؟ في أي سنة من هذا التاريخ؟ متى كتبت؟ يعني ليس هناك أي مبرر. أنا عندي يعني دلائل ضعيفة جدا. كيف تكون الأدلة ضعيفة؟ لأنك لم تبدي لنا مثلا بالصراحة أن محمدا جاء له هذه المخطوطات من فلان ومن فلان. يعني هذه المخطوطات هذه المخطوطات التي بين أيدينا هي التي كانت بين يدي محمد صلى الله عليه وسلم من فلان. مثلا كتبها قساوسة. هل محمد يتعامل مع هؤلاء القساوسة؟ هذا غريب جدا. يعني في تاريخ الإسلام لا يسمع ولا يكتب، لا يسمع ولا يكتب ولا يعرف. كيف بعد هذا يدعي أن هذا سرق من فلان، من مسيحي، من هذا لا يكتب في التاريخ. لا يكتب في التاريخ. في تاريخ الإسلام، في تاريخ الإسلام لا يعرف. أما أنك تقول كيف سارق، تقول أنا سارق. لا، الآن نحن نريد سند، نريد الدليل القاطع. أنا آنفا أعطي لك يا حسين مثالا، أعطي لك مثالا تحقيق. مثلا تحقيق يعرض مثلا تحقيق. انظر هذا كامل، مثل هذا قوي جدا، مثل هذا قوي جدا. ثم انظر مثل هذا قوي جدا. تحقيق مثل هذا، هذا جميل، هذا قوي، هذا ممتاز، هذا رسمي.
أما أنت لم تعطيني مثل هذا التحقيق. أريد مثل هذا التحقيق رسمي، دراسة رسمية مثل هذا حتى أقرأ Ustaz Solihin, ini internet saya apa? Ustaz Solihin gangguan koneksi nih. Saya push dulu timernya. Hentikan waktunya. حسين نعم أستاذ. نعتذر منك أستاذ صالحين ظاهر في مشكلة في سبقة فهو صارت عنده مشكلة. سبحان الله. سبحان الله. لا الآن بيرجع ننتظر. سبحان الله. Sepertinya Ustaz Solihin ada gangguan koneksi. ممكن حسين السلام عليكم. ممكن أتكلم مع أخ حسين؟ تفضل خالد. dimatikan dulu. أنا انقطعت الشبكة. اوكي أستاذ صالحين قد رجعت مرة ثانية. حسين الآن نعتذر منكم. أستاذ صالحين فتفضل كمل القراءة. تفضل. الذي أريده من حسين أن يظهر لنا مثل هذه والمخطوطات أريد مثل هذه. هذا التحقيق رسمي. هذا التحقيق رسمي معترف ومعتبر عند العلماء في العالم. هذا معتبر تمت دراستها وتم تحقيقها ونعرف. طيب وليس للمخطوطات التي عندك تحقيق مثل هذا التحقيق حتى نعرف من كتبها وفي أي سنة كتبها. هذا يعني أسئلة في كيف وصلت، متى وصلت، من ترجمها. Ya, Tiber saya push dulu Ustaz Solihin, tolong dibenahi mic-nya. Halo? Mengecil tadi. Halo, sauti masmur? Kecil banget Ustaz. Cek. Saya push dulu waktunya. Halo. Ya, cukup bisa didengar, cuma nggak seperti tadi. Ya, dilanjut Ustaz. Timer jangan jalankan lagi. Ingat waktunya tinggal 10 menit, 19 menit. Arid supaya ditampilkan waktu datanya, waktunya timernya. Husain, Ustaz Salihin bagilah ke waqt 19 دقيقة و52 لحظة. أما حسين باقي 10 دقيقة و45 لحظة. كم بقى الأستاذ صالحين؟ أستاذ صالحين باقي 19 دقيقة و52 لحظات. أما حسين باقي 10 دقيقة و45 لحظات. الآن أستاذ صالحين سوف تكمل ولا نعطي وقت لحسين؟ خلاص يعني كفاية. lanjut timer. الآن تفضل حسين من وقتك. تفضل جلنكن وقت حسين. هو يقول لا يوجد دليل انه بحيره النبي محمد كان يتعلم عند بحيره. ابن عباس يقول ان النبي كان في عمر 20 يصطحب ابي بكر ويذهبون الى الشام ليتعلموا الدين من الراهب بحيره. الاصابه في تمييز الصحابه لابن حجر العسقلاني الجزء الاول صفحه 351. دلائل النبوه للاصبهاني الجزء الاول صفحه 46. تفسير القرطبي جامع لأحكام القرآن الجزء 16 صفحة 194. كان النبي يذهب مع أبو بكر ليتعلم الدين من بحيرة بعمر 20 سنة. كيف تفسر هذا الأمر؟ الشيء الثاني، بحيرة هو الذي أمر خديجة أن تتزوج محمد وهو الذي صنعه نبي باعتراف خديجة. السيرة النبوية لابن كثير الجزء الأول صفحة 406. فقالت خديجة ابشر
فوالله لقد كنت أعلم إن الله لن يفعل بك إلا خيرا، وأشهد إنك نبي هذه الأمة الذي تنتظره اليهود قد أخبرني به ناصح غلامي وبحيرة الراهب، وأمرني أن أتزوجك منذ أكثر من 20 سنة. يعني بحيرة هو الذي أمر خديجة قبل 20 سنة من زواجها بمحمد لما كان عمرها 20، قال هذا راح يكون نبي فأنت تزوجيه بعد 20 سنة، وهو اللي صنع نبي وكان يروح له يتعلم منه الدين هو أبو بكر لما كان محمد عمره 20. كيف تفسر هذه النصوص؟ أنت قلت لا يوجد دليل وأنا أعطيتك الدليل، تفضل. النص الذي قرأته. Perhentikan waktunya Husin, perhentikan waktunya Husin. Oke, الآن أستاذ صالحين هيرد عليه، فجلنkan waktunya أستاذ صالحين. تفضل يا أستاذ صالحين. يا حسين الحبيب أنا أحبك. حسين الذي قرأته من النص لا يتكلم عن المخطوطات، نحن كلامنا عن المخطوطات، ذاك لا يتكلم عن المخطوطات، نحن نتكلم عن المخطوطات التي سرقها محمد صلى الله عليه وسلم. هناك عملية سرقة، إذا لازم عليك أن تعطينا شاهدين عدلين. يعني ليس هناك أي رواية كذلك أن محمدا في التاريخ ثابت، أن التاريخ أثبت أن محمد صلى الله عليه وسلم سرق تلك المخطوطات. أنا سأعطي لك شيء ربما يفيدك هذا. Silakan Ustaz Salihin. يا انظر حسين، هذا أنا أعطيك نموذج عن الانتحال الكلي في الإنجيل. ما دخل الإنجيل في مناظرتنا، هذا هروب من المناظرة. لا فقط مثال فقط، مثال حتى تعرف يعني السرقة مثلها كيف تكون السرقة. هذا فقط صورة حتى تقارن. انظر مثلا في بين هذا في فقط، نحن لا نتكلم عن السرقة فقط. هذا فقط نموذج، هذا مثال. في إشعياء فصل 37 انظر: فلما سمع الملك وحزقيا ذلك مزق ثيابه وتغطى، وإلى آخرها. ثم انظر بعد ذلك في الملوك، في اثنين ملوك الثاني، في 2 فصل 19 حتى تعرف يعني كيف لو فتحت هذا نموذج سرقة كاملة. فلما سمع الملك حزقيا ذلك مزق ثيابه، هذا من أول إلى الأخير في هذا الفصل 100% يساوي. في اثنين ملوك، أو في ملوك الثاني فصل 19 هذا الفصل 100% مثل ما في إشعياء، يساوي مثل ما في إشعياء 100%. هذا ما يسمى بالسرقة. أما فتح ليس مثل هذا تماما، ليس مثل هذا. يعني لو درست هذا، أنت تفتح الملوك الثاني 19 والإشعياء
120 هذا 100%، ليس هناك أي حرف متغير أو يختلف. هذا يسمى بالانتحال الكلي 100%. اوكي. لماذا؟ لأن الكاتب يختلف، والزمن كذلك يختلف، ومكتوب وفي جميع العالم في أي ترجمة من أي لغة مثل هذه تماما. أما سورة الفتح هذا غير واضح، يعني المخطوطات كذلك أنت تعطينا فقط قطعة. طيب هذا الذي أريد. أوكي، dimatikan tamnya ya. Oke, syukran Ustaz Salihin عن التفاصيل. فنرجع إلى الأخ حسين. الوقت من وقت أستاذ صالحين باقي 16 دقيقة 37 لحظة. أما حسين باقي 9 دقيقة و4 لحظات. الآن وقت حسين، فتفضل. شكرا أستاذ أحمد. ألا تعلم يا أستاذ صالحين أن العهد الجديد كان الرسل يقتبسون من العهد القديم أيضا؟ هذا اسمه اقتباس، لأن الكاتب واحد هو الله. فسفر الملوك وسفر أشعياء هم كتب يهودية مقدسة، أسفار مقدسة ضمن الكتاب المقدس التوراة اليهودي. فإذا يقتبس من نفس الكتاب هذه ليست سرقة، لأن الكاتب واحد هو الله. ثم إنك هربت من موضوع المناظرة واتجهت إلى موضوع مسيحي لا علاقة له بموضوع القرآن، وهذه نقطة تحسب عليك. النقطة الأخرى، الكلام الذي قاله ابن عباس إن النبي عمره 20 سنة كان يذهب مع أبو بكر يتعلمان الدين من بحيرة، هذا يثبت لنا أن بحيرة كان يعطيه قصص القرآن ويعطيه كيف يكتب ويعلمه كيف يتكلم ويعلمه كيف يخطب، وهو الذي ألف له القرآن، وهو الذي أخبر خديجة أنه سيكون نبي وأن محمد سيكون نبي بعد هذه المدة. فكيف ترد على هذا الأمر؟ أنت لم تجب. النقطة الأخرى أنت تقول القرآن بالتواتر. خذ هذه النقطة يا سيدي الكريم. أوقف الوقت أستاذ أحمد بليز. Matikan waktunya Husain. تمام. بس أحضر الحديث. افتح الوقت. افتح الوقت. Jalankan waktu. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن نافع عن ابن عمر قال: لا يقول أحدكم قد أخذت القرآن كله وما يدري ما كله، قد ذهب منه قرآن كثير، ولكن ليقول قد أخذت منه ما ظهر منه. الإتقان في علوم القرآن للسيوطي الجزء الرابع صفحة 1454. فضائل القرآن لإمام أبي عبيد القاسم ابن سلام صفحة 320. لا يقول أحدكم أخذت القرآن كله لأنه قد ذهب ضاع منه قرآن كثير. فكيف تقول القرآن وصلنا بالتواتر وأغلبيته ضائع؟ ونبي الإسلام محمد قال 1,700,000 حرف، لكن القرآن الحالي 320,000 حرف. كيف تفسر هذه الأمور؟ كيف تقولون إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وهو 3/4 ضايع وهو ذهب منه قرآن كثير؟ ثم نقطة، أنت يا أستاذ صالحين هذه المخطوطات عثر، هذه دليل أن محمد كان يتعلم من بحيرة من كتبك. وفي بروج الذهب للمسعودي ذكر قصة بحيرة، نفس الأحاديث ذكر أنه كان بحيرة النبي محمد يتعلم من بحيرة، وبحيرة يقول له إنك ستكون نبي. فكيف تفسر هذه الأمور؟ تفضل جاوبني، أريد جواب. أوقف الوقت. أولا عن بحيرة، هل بحيرة يعلمه سورة الفاتحة؟ كان يعلمه سورة فاتحة؟ أجب. هل يعلمه سورة الفاتحة؟ Dimatikan Ustaz. علمه القرآن كله، قد علمه وهو لمدة 20 سنة يدرسه. عفوا من عمره 12 لحد عمره 40 يلا ادعى النبوة محمد. يعني من 12 ل 40 هو كان يشوف بحيرة. وإذا تريد الدلائل كلها موجودة أمامك. تاريخ الطبري يشهد أنه لقاءاته من عمر 12 إلى عمر 25 لقاءات محمد ببحيرة، فكان يتعلم منه هو وأبو بكر. ما هو إذا كان نبي كيف يتعلم من بحيرة وبحيرة نصراني؟ تفضل. تفضل أستاذ صالحين، waktunya Husain diperhentikan. تفضل أستاذ صالحين. يا على فرض صحة ما ادعيت يا حسين، يعني هذا القرآن نزلت في 23 سنة، مدة طويلة جدا. فكيف يتعلم محمد
من بحيرة القرآن كله، لا أتصور، يعني غير منطقي، بعيد من المنطق. هذا أولا. وثانيا ليس هناك أي رواية تثبت أن محمدا تعلم سورة الفاتحة من بحيرة. هذا أولا جاوبني. تفضل يا حسين. شكرا شكرا أستاذ صالحين. بعد عرضي لهذه الدلائل القاطعة أن بحيرة هو اعترف بالرسالة اللي طاها ليشوع المرهب، قال له أنه أنا كنت علمت الثالوث، لكن هو اللي صار عنده جيش وظل يقتل ويذبح والحرف وسوى دين جديد. يعني هو طال القصص وطال بعض السياقات كيف يكتب القرآن، أما بقية القرآن بالطبع ليس كله كتبه له بحيرة علمه قصص التوراة والإنجيل وقصص الأنبياء. لكن أنت الآن لم تجيب لي نقطة أخرى. أنت قلت أن الفاتحة نزلت بعد سورة المدثر، لكن في الدر المنثور للسيوطي الجزء الأول صفحة 8 يقول أن سورة الفاتحة مدنية، يعني نزلها بعد. فكيف كان يصلي محمد في مكة إذا سورة الفاتحة مدنية؟ تفضل، أوقف الوقت. لا، عن رواية عن نزول سورة الفاتحة، نعم هناك روايتان، نزلت في مكة، نزلت في المدينة، ولكن الأصح والصحيح أنها نزلت في مكة. ومثل هذه الاختلافات في الروايات هذه عادية، لأن رواية الحديث هناك صحيحة، هناك حسن، هناك ضعيف، بل هناك رواية موضوعة، ولكن في مكة خلاص. فتفضل بديك. شكرا. إذا أنت الآن اعترفت أن توجد روايتين، لماذا في سياق حديثك لم تتطرق لهذا الأمر؟ هل الله يحلل التدليس؟ لماذا قلت فقط أنها نزلت في مكة ولم تذكر الرواية الأخرى؟ لماذا الآن لما أنا أحرجتك أنت اعترفت؟ تفضل. أنا أعتمد على الرواية القوية الصحيحة. أما التي روت الرواية التي روت أنها نزلت في المدينة هذه ضعيفة، والضعيف لا يستدل بها ولا يحتج بها. نعم. أوكي. لماذا محمد لم يكن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في صلاته هو وأبو بكر وعمر وأنتم الآن تقرأوها؟ تفضل، هذا لم تجبني عليه السؤال. نعم. قف وقت. طيب يا حسين. حسين، أنا أحبك، هل تحبني؟ كيف؟ نعم طبعا أحبك. الآن مكتوب أمامي الوقت للأستاذ صلاح الدين 24 دقيقة وأنا مكتوب 4 دقائق. لماذا هذا الأمر؟ حسين waktunya matikan. حسين قلت لك أنا هيكون 10 دقائق نعطيك وقت زيادة. نحن نقسم من وقت أستاذ صالحين يكون 14 ليس 24. من أول أنا قلت لك 10 دقائق، فالآن أستاذ صالحين باقي 14 دقيقة و29 لحظات، أما أنت باقي 4 دقيقة و41 لحظات. تمام. شكرا أستاذ. تفضل. الآن من هيتكلم، أستاذ صالحين ولا أنت؟ أنا أتكلم. تفضل يا أستاذي. تفضل يا أستاذي. حسين، عن رواية سورة الفاتحة ببسم الله أو بدون بسم الله هناك روايات كثيرة، ولكن هذه الروايات تنحصر على هل بسم الله من سورة الفاتحة أو ليس من سورة الفاتحة، ولكن الصحيحة تقول أنها من سورة الفاتحة، وبسم الله الرحمن الرحيم منها، يعني من سورة الفاتحة. لذلك في الفقه اختلف الأئمة هل يقرأ بسم الله أو لا يقرأ بسم الله. الإمام مالك يقول مكروه أن يقرأ المصلي بسم الله الرحمن الرحيم لأن الرسول لا يقرأها، ولكن بخاري ومسلم وأحمد يعني يرويان أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ ببسم الله، ولكن هناك الرواية أن الرسول جهر بها وأصر بها، يعني الرواية موجودة مثل هذه. يكفي.
تمام. أنا سألتك عن ابن عمر، قلت لك ابن عمر قال لا يقول أحدكم أخذت القرآن كله لأنه ذهب منه قرآن كثير، يعني ضاع منا قرآن كثير. أليس في القرآن مكتوب إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ لماذا لم تجب على هذا السؤال وتجاهلته؟ تفضل. لا أتجاهل، قد نسيت، قد أنسى. حسين نعم. حسين، نعم. القرآن قبل أن يكتب لفظا آية هو محفوظ في الصدور، سورة العلق محفوظ في الصدور، أي سور محفوظ في الصدور. أنا أبنائي 13 ونصف منهم يحفظون القرآن، قبل أن يقرأ يحفظ. هذا هو القرآن، له إعجاز في تسهيل الله للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يعني ربما ضاع كتابه، ولكن لا يضيع حفظ في الصدور. الحفظ لا يضيع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يقرأ القرآن غدا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن مسعود. قراءة ابن مسعود لا تختلف مع قراءة أي صحابي حفظ القرآن. حفاظ القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا، لا يختلف أحد منهم إلا في القراءات. القراءة يعني لها مجال، قراءة حفص عن عاصم، قراءة وارش، قراءة ابن كثير. هناك روايات، كل روايات متواترة يا حسين. يكفي. هل انتهيت؟ شكرا. أستاذ صالحين، حبيبي أستاذ صالحين، الله يحفظ لك أولادك يا طيب. هنا لدي نقطة. يقول الأمين، قال الشيخ محمد الأمين الشقنيطي اختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من أول كل سورة أو من الفاتحة فقط، أو ليست آية مثلهما؟ أما قوله فسورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فهي آية من القرآن إجماعا، وأما سورة براءة فليست البسملة آية منها إجماعا، واختلف فيما سوى هذا. فذكر بعض أهل الأصول إن البسملة ليست من القرآن، وقال قوم هي منهم في الفاتحة فقط، وقيل هي آية من أول كل سورة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. طيب زين أستاذ الغالي، إنه المصحف الحالي أول سورة الفاتحة مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، حاطين فيها رقم 1. طيب عليها خلاف، أكو ناس تقول هاي الأول سورة بسورة الفاتحة هاي وضعتها العلماء، أكو علماء يقولون لا هذه هي من الله. طيب أردفتيم، إذا أنتم أول آية بالقرآن بتعرفون هي من وضع الله أم من وضع العلماء، كيف أثق بهذا القرآن كله إذا كانت أول آية فيه بسم الله الرحمن الرحيم أنتم مختلفين عليها، هل هذه من الله أم كتبها العلماء؟ فكيف أثق بالقرآن إذا أول آية به أنتم بعضكم يقول كتبها العلماء وبعضكم يقول لا هي من الله؟ تفضل. silakan Ustaz Salihin. تفضل. طبعا يعني مسائل هذه يعني من الامور الامور الفقهيه تختلف دائما، هناك مجال للاختلاف فيها. فهل هي بسمله او هل بسمله آية منها او ليست آية منها؟ ففي بداية كل سورة يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. أما أن في سورة الفاتحة يكتب رقم 1، هذا جمهور العلماء، وجمهور العلماء هو المعتمد. لا، هل يوجد علماء قالوا إن هذه أول سورة بسم الله الرحمن الرحيم هذه أول آية؟ ليس، هل العلماء قالوا إنها من وضع العلماء؟ هل اختلفوا فيها أم لا؟ لا 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 لا. يعني هناك كتبة الوحي مكتوب. الشقنيطي قال، أخوي أنا قرأت لك محمد أمين الشقنيطي قال أنه كان خلاف على البسملة في أول سورة الفاتحة، فقال بعضهم هي من العلماء وقال بعضهم هي من السورة، جزء من السورة. نعم، لأن الرواية وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، هذه هي الرواية. الشقنيطي يقول هذا فيه خلاف، أكو ناس تقول ليست جزء منها بل أضيفت من العلماء، لكن الآن هي آية. كيف نصدق القرآن إذا أول آية أنتم مختلفين فيها ما تعرفون هي من العلماء أو من الله؟ تفضل. لا، شنقيطي
هذا قول الشنقيطي وليست رواية. الرواية تقول هو بسم الله الرحمن الرحيم آية منها، انتهى. الشنقيطي هو يقول اكو علماء، يوجد علماء قالوا هذا الامر، هو لا يتكلم من نفسه، هو يعتمد على رواية يا حسين، رواية. قف وقتي. رواية. نعم. طيب انا اوكي، شكرا لك. لم استمع للجواب، لكن berhentikan waktunya. Maklumat ya Hussein. وقتك بقي دقيقة و10 لحظات. أستاذ صالحين باقي 10 دقيقة و42 لحظات. فالآن مين حيتكلم، أستاذ صالحين ولا أنت؟ ألم تقل لي إنك ستعطيني 10 دقائق؟ أعطيته هنا 20، أنا نقصت 10. أوكي، يعني بقت لي فقط دقيقتين. نعم، خصمت من وقت أستاذ صالحين. إذا أنت ترى في شاشة حيبين إنه 20 دقيقة لأستاذ صالحين باقي من الوقت، ولكن أنا هليته 10. تمام. نعم، شكرا لك. اوكي، الآن مين حيكمل الكلام، منك ولا من أستاذ صالحين؟ أنا. فتفضل. شكرا لك أستاذ صالحين. النبي محمد قال القرآن الصحيح قال إنه هو قرآن ابن مسعود، وعرضت الحديث الأول، عرضت الحديث، لكن ابن مسعود كان يحذف 3 صور من القرآن، فإذا القرآن الصحيح مال ابن مسعود يجب أن نحذف 3 صور من المصحف، فلماذا أنتم لم تحذفوا هذه ال3 صور؟ تفضل، أوقف الوقت. نعم، أنا كما قلت لك أن القرآن وصل إلينا بالتواتر، هذا أولا. والرواية المتواترة هذا حفظا وكتابة. الحفظ متواتر. أنا أبنائي أولادي حفظوا القرآن، لا يختلف بينهم في الحفظ. فأصحابي لهم أولاد في مكة، في أي بلاد، هؤلاء حفاظ لا يختلفون في الحفظ. انظر يعني إعجاز القرآن في تسهيل الله للحفظ. هو وصل إلينا بالتواتر، وفي الحفظ في الصدور وفي السطور كذلك. لذلك نحن نعتمد على المصاحف التي تنسب إلى عثمان ابن عفان. لماذا قلت تنسب إلى عثمان ابن عفان؟ لأن هذه المصاحف التي بقيت ووصلت إلينا منذ سنة 30 هجرية هي مصاحف من قبل عثمان، ولكن ليس هو مصحفا شخصيا لعثمان ابن عفان. نعتمد على هذا ولا نعتمد على أي مصحف من المصاحف. هذا لأنه رؤيت بتواتر. ليس هناك أحد يقول هذا خطأ هذا غلط. لماذا؟ لأنه رؤيت بالتواتر. هذا شكرا أستاذ صالحين. طيب هنا سؤال، أنت لم تجبني على التحريف لما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وابن عمر قال ذهب منه قرآن كثير، والنبي قال إنه 1,700,000 حرف، والآن ما بي فقط 300,000 حرف. هاي كلها ما جاوبتني، لكن هنا سؤالي. نعم لا بأس. إذا كان القرآن عربي، طيب لماذا كتب كلمة صلوة وزكوة بالطريقة السريانية؟ لماذا لم يكتبها بالطريقة العربية صلاة بالألف وزكاة بالألف؟ تفضل. طيب، حقيقة يعني هذه ليست موضوعنا، ولكن لا بأس. حينما قال أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب ذهب معظم القرآن، هذا معناه أن هناك حفاظ يموتون بالقتل في قتال الردة. هذا معناه يعني ذهب معظم القرآن. لذلك هو الذي اقترح لأبي بكر الصديق لجمع القرآن. هذا هو المعنى. هذا أولا. وثانيا ماذا يا حسين؟ نسيته. الثاني، لماذا بالطريقة السريانية مكتوب حيوة وزكوة وصلوة، مكتوب الصلاة والزكاة والحياة؟ لماذا بالألف وليس لماذا بالواو وليس بالألف؟ لأن بالواو هاي طريقة سريانية. تفضل. نعم، يكتب بالواو لأن هناك قراءتان.
قراءتين، قراءة الصلاة، قراءة الصلاة، الزكاة الزكاة. هذا بهذه الكتابة بإمكاننا أن نقرأ زكاة وزكاة. الصلاة أصله كذلك الصلوات، الزكاة أصله زكوات. يعني كتب الصلاة لأن أصل الصلاة صلوات. ليس هناك أي خطأ في هذه الكتابة. لم يقل أحد ولكن كما هو معروف أن كتابة المصحف على قاعدة عثمانية. هناك علم يسمى رسم المصحف. يعني لو احترقت جميع المصاحف في العالم، عندنا علم لرسم المصحف. سيكتب المصحف مثل المصاحف التي احترقت. هناك في فن خاص لرسم المصحف. ولكن يا حسين، هذا يعني عن سورة الفاتحة. عن سورة الفاتحة ليس هناك أي دليل قاطع أنها سرقها محمد صلى الله عليه وسلم من يد الغير. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك أي رواية أنها وصلت إليه المخطوطات فيه سورة الفاتحة بالسريانية ثم يترجمه غيره. ليس هناك أي رواية. هذا خلاف الواقع جدا. نعم، هذا من وجهة نظرك، لكن أنا عرضت الأدلة، والباحث اللي يريد يعرف الحق راح يراجع الأدلة ويكتشف الحقائق. بالعربي نحن لا نقول صلوة ولا نقول زكوة، نقول صلاة، زكاة بالألف. لماذا القرآن كتبها على الطريقة السريانية؟ تفضل جاوبني. قول، أو ما تعرف قول لا أعلم. أنا عارف. أنا درست رسم المصحف. كتب صلاة يقرأ صلاة حسب الرواية، ويقرأ كذلك الصلاة حسب الرواية. روايات في القراءة كما هو معروف. قراءة 7. هناك من يقرأ ويقيمون الصلاة. لو كتب بالألف لا يقرأ صلاة، ولكن بكتابة الواو يقرأ صلاة ويقرأ صلاة. هذا من علم القراءة يا حسين. المفروض يقول صلاة وليس المفروض تقرأ صلوة، لأن الطريقة السريانية تكتب بهذا الأمر. زقوتو، صلوتو، هاي طريقة سريانية. انظر يا حسين، العرب لهجات كثيرة. هناك من يقرأ قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس، ولكن يكتب ألف. هذا عادي. يعني الكتابة واحدة، ولكن بإمكاننا أن نقرأ بخلاف ما يكتب. لماذا؟ لأن هناك رواية، ورواية قراءة 7 رواية متواترة. ليس لأجل هذا نحن نقول أن القرآن في ثابت أنه ليس من عربية، أنها خلط بين العربية وسرياني وغير ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يتلقى القرآن من جبريل من الله سبحانه وتعالى، ليس من أي أحد. الذي درس علم البلاغة يعرف أن هذا ليس من كلام أي الناس، يعرف أن محمدا لا يمكن أن يؤلف قرآنا. هذا كثيف، القرآن هذا كثيف 30 جزءا. إذا تكلم الأحكام تكلم الأحكام بالعدل، وإذا تكلم الإنسان تكلم عن الإنسان بالإنسانية. وهذا قرآن فيه هداية كما قال. ونحن عبر تاريخ نقرأ مثلا قول الوليد بن مغيرة: إن القرآن إن كلامه لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أصله لمغرق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. نعم، يعني ثابت أن سورة الفاتحة على ما ادعيت أن هذه المخطوطات، تلك المخطوطات تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك أي رواية
ليس هناك أي رواية. أوكي شكرا. أنت قلت أن القرآن لما قال ابن عمر قال لا تقولوا أخذت القرآن كله لأنه ضاع منه القرآن كثير، هو لا يتحدث عن القتل، لا يتحدث عن القتل، إنما اللي ماتوا بحروب الردة، إنما يقول إني أخذت ما تيسر منه، يعني ضاع، لا يتحدث عن القتل بل ضاع القرآن. تفضل. حسين وقتك الذي يحفظ القرآن ليس فقط ابن عمر. Berhentikan waktunya dulu. Ya, Hussein, waktu bagi 13 لحظات مع أستاذ صالحين باقي 3 دقائق و38 لحظات. أنا عندي 15 ثانية لأن ثانيتين ضاعن ولا ساكت. نعم. وأنت ساكت يعني لما تقول خلصت الوقت. نعم. أوكي silakan أستاذ صالحين. تفضل أستاذ صالحين. نعم يعني حتى الآن أنا لم يأتني أي رواية أن تلك المخطوطات وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عهده في مكة. ليس هناك أي رواية أو كتابة عن هذا. وقته لم يجب على سؤالي كيف ضاع القرآن كله والقرآن يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أوقف الوقت. نعم. waktunya habis. Entah الوقت. لا لحظة. كيف السادة أنا ما waktu untuk si Hussein sudah 7 detik ini. وقال 7 ثواني أستاذ أحمد. 7 ثواني تفضل كمل. matikan dulu. ليس أنا سكتت إلى الوقت. كيف يا حسين؟ أنا سكتت وقلت له تفضل من وقف الوقت عندي على 7 ثواني. waktunya tinggal 7 detik. خلاص أنا batik. هنا مكتوب 4 batik كمان 10 ثواني. يلا 10 detik. كيف ضاع القرآن؟ ذهب من القرآن الكثير. كيف ضاع وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تفضل. أعود مرة ثانية. sebentar matikan dulu. أعود مرة ثانية. حسين saya kasih 10 detik. سؤال تفضل يا حسين. أسئلة أبدأ 10 ثواني. قلت له كيف يقول ابن عمر القرآن ضاع والقرآن يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تفضل. cukup. Oke, kifayah. Salihin تفضل تجاوب. طيب يا حسين هل تظن أن الذي حفظ القرآن ابن عمر فقط؟ هناك عديد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحفظون القرآن، كثير من يحفظه، مئات حفاظ القرآن يكفي. أنا كم بقى من الوقت أستاذ أحمد؟ خلاص انتهى الوقت باقي دقيقة. أنت أستاذ أحمد كان عندي 15 ثانية، أنت استنزفت وقتي خليتني أكرر السؤال وهذا إيش الأمر مرفوض. أنا عندي 10 ثواني كررت السؤال. sudah habis. Sebentar Pak. Hussein minta أنت تبغى كم 10 ثواني؟ اي نعم الي 10 ثواني. tambahan 10 detik waktu kita kasih 10 detik. Ya, oke kita kasih. 10 ثواني وقت الحسين أبدأ من الآن فتفضل mulai jalankan. تمام. الأستاذ لحد الآن لم يجب على أي سؤال أنا طرحته والمشاهدين يشاهدون وهم يشوفون الأستاذ صالحين، فأنا كل هذا أشكركم وأريد وأقول إنه أتمنى أن تكون بيناتنا مناظرات أخرى ومناظرات قادمة وتكون بمثل هذا الاحترام وبالأدب والحوار المحترم الذي قدمناه. شكرا لكم على هذه الاستضافة وشكرا للأستاذ أحمد واللي دار المناظرة هو وولده المحترم. الله يحفظكم وإن شاء الله يا رب يجعل دائما في إندونيسيا السلام والحب بينكم جميعا من كل الأديان وكل القوميات وكل الطوائف. شكرا لكم جميعا أيها الأخوة والأخوات. أوكي انتظار أستاذ صالحين عندك باقي دقيقة و49 لحظة فتفضل من وقتك. أولا أن الأخ حسين لم يعطني أي رواية أن المخطوطات التي ادعى أنها سرقها محمد من المسيحيين أنها وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك أي رواية. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم من الأعجمي هذا موجود في القرآن، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذا موجود مثل هذا.
الذي يقول أن محمدا يخط القرآن يكتب القرآن رد الله على هذا قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنما أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. انظر يعني كلام انتهى الوقت Ustaz Salihin. Ya, waktu sudah habis. انتهى الوقت. Ya, kita tutup Ustadz Wahid dengan ucapan perpisahan di antara kedua narasumber itu, dipersilakan. Ustadz Hussein wa Ustadz Salihin. Ustadz Hussein, syukran لحضوركم في هذا الموقع الحوار فكذلك أستاذ صالحين نشكر لكم جميعا فمستمعين برضو نشكر لكم جميعا والحمد لله قد مثل الحوار بالحكمة فعلا وموعظة حسنة كما تقول الله سبحانه وتعالى فالحمد لله وإن شاء الله مناظرة الأخرى هيكون محطوطات الإنجيل هيتكلم ونحن هنتكلم متفارقة ما بيننا وبين حسين وأصحابه إن شاء الله في الوقت الآخر. مرة ثانيا شكرا لحسين وشكرا لأستاذ صالحين شكرا للمستمعين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Ahmad. Ya, untuk Iwan Villa yang berada di semua menara siar YCC, nanti setelah ini kita akan memberikan ulasan tentang apa dan bagaimana sesi perdebatan tadi. Oke, thank you, Husen. Mas Yepe, terima kasih Mas Yepe. Kita mungkin تترك bisa mintakan ke Husain mungkin. هل قطعت اللايف استاذ احمد؟ قطعت اللايف. يعني انا كيف diputus belum live-nya? Bisa dibuka sendiri mic-nya masing-masing. Oke, نحن نفتح الميكس. هل كيف استاذ احمد هل ستاخذ مداخلات لو انا استطيع ان انزل؟ اوكي تفضل تنزل اوكي ما عندك اي مشكله تفضل. يعني اذا واحد عنده سؤال انا جاهز لكن اذا ما عندكم اسئله انا dia menawarkan ahli terjem dia menawarkan kalau ada yang mau nanya silakan. Tidak usah. Oke, saya. Oke. Gimana Pak Bang Zul? Boleh orang tanya? Sudah selesai. Jangan kemana-mana ya. Oke, tidak boleh, tidak ada pertanyaan. Laisa fiha asila ya Husain. سؤال واحد. شكو أخي العزيز الذي may you give me the document your PowerPoint to me? May you give me? Brother, I want to ask you a question. Sebentar. Pak, ini dikasih halik mai Alan. Halik mai. Pak, apa dikasih waktu untuk tanya? Ini nanti bakal berkembang panjang. Jangan. Ditutup aja. ما عندنا أي أسئلة. اخرج حسين. العمل اللي اطلع ده يقولوا لك untuk menghindari hal yang tidak kita inginkan. Bentar ya. Tolong diterjemahkan Ustaz, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan karena ini diskusi yang beradab. Untuk teman-teman yang tadi masuk dari tim Kristen dimohon untuk mengundurkan diri. Oke, terima kasih ya. Yuk teman-teman kita Oke. Terima kasih Mas Yepe. Terima kasih untuk semuanya dan kalau tadi ada kesalahan kami ya kami manusia lah. Tadi ada timer yang tadi saya agak teledor tapi timer sudah saya kurangi tadi ya 10 sesuai dengan permintaannya Mas Yepe. Baik, terima kasih ya. Terima kasih Mas Yepe. Terima kasih Mas Yepe, tolong diajak teman-temannya untuk
Nanti kita akan susun lagi acara selanjutnya. Silakan Mas YP. Okay. Let us live and move to our Zoom. Oke? Ya, Pak YP, kalau misalkan Husain mau debat lagi ada misalnya Awan dan sebagainya. Baik. Lanjut ya. Nanti saya komunikasi dengan Pak Zul ya. Kita akan berbicara lagi nanti itu. Pak Zul. Baik. Oke, terima kasih. terima kasih ya. لا ما عليه سؤال ما في أسئلة يا Alan. مع السلامة. Oke, Iwan Villa yang berada di semua live komentar ya, yang di Menara Siar JCC, saya kiranya sudah kita cukupkan ya untuk sesi perdebatan antara Ustadz Solihin dengan Husain ya, yang tadi kita dengarkan dan kita simak. Jangan lupa merapat lagi di semua Menara Siar JCC, kita akan mereview tentang perdebatan hari ini. Kita akan koordinasi dengan teman-teman apa dan bagaimana, sebentar lagi kita akan koordinasi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semua di Menara Siar, yuk kita tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menara Siar ditutup. Harus silent dulu Menara Siar. Ganep. Siap, terkondisikan Pak Jul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, buat teman-teman dikhawatirkan di sini di ruang utama nanti ada teman-teman yang nggak sengaja live